ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما تبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حبايب قلبي طلاب الصف الاول الاعدادي، وحشني جدا جدا جدا. يعني اخر مره كنا شايفين بعض او انت كنت شايفني من ايام مراجعات تقريبا الشهر. الحمد لله الايام جرت، حرفيا الايام جرت، ولقينا نفسنا خلاص يعني اخر الترم بنصور علشان اخر الترم. طيب مبدئيا كده احب اشكركم جميعا واحد واحد على كل الكومنتس الجميله اللي جات لي في مراجعات الشهر. بجد انا فرحانه بيها جدا. وكمان الحمد لله احنا تمينا 14,000 على القناه. انا كنت بحلم ب 10,000 من زمان، الحمد لله تمينا ال 14,000 وانا في غايه السعاده. ما تنساش بقى في الفيديو ده تعمل شير لصاحبك اللي ضايع في الماده. ما تنساش كمان تعملي لايك وتكتب لي كومنت حلو تاني وتزود فرحتي اكتر. وكمان بقى عايزين نوصل، هو احنا فاضل لنا حبه على 15، على 15,000. انا بقى بحلم دلوقتي بال20. احنا نقعد نعمل ايه بقى؟ يعني نقعد نحلم مع بعض كده، نطلع سلمه سلمه مع بعض لغايه ما نوصل للنص مليون والمليون كمان بامر الله ان شاء الله على خير. مبدئيا عامله لك النهارده مراجعه تحفه جدا جدا، هي ليونت 1 ويونت 2. يعني احنا هنلم ان شاء الله المراجعه بتاعتنا كل وحدتين في فيديو واحد. ما تبصش على وقت الفيديو لانه اكيد هيطول، ولكن انا هطلعك من عندي هنا في الفيديو فاهم الجرامر كله، عرفت تحل عليه بامر الله، كمان فاهم الفوكاب بتاعتك، وكمان يا ريت تكون بتكرر معايا وبتذاكر الفوكاب معايا. انا هقول لك حتى ملخص الفوكاب، كان عليك كميه كبيره، انا هقول لك اللي انا هديهولك النهارده تستكفي بيه وشكرا على قد كده. تمام. طيب في حاجه بقى، البي دي اف اللي انا بشتغل بيه هو طبعا خاص بيا، فلو اي طالب محتاج البي دي اف يقدر يتواصل معايا على الارقام اللي هتظهر قدامه على الشاشه ويبعت لي، ويقدر يشتري مني البي دي اف عادي. يشتري بقى سواء كان الفور يونتس على بعضهم، او لو حد مثلا عايز يونت 1 لوحدها، يونت 2 لوحدها، عادي برضو. هو عامه سعره رمزي جدا ويقدر ان هو يشتريه متناول للجميع ان شاء الله. طيب استعد بقى كده معايا، اي حاجه بقى جنبك تشربها، كوبايه شاي بتوع الساعتين الجد دول، ويلا بينا نشوف. سمي الله معايا وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. تعالى اول حاجه بس مبدئيا، انا عندي فوكاب، عندي جرامر، وعندي كمان اهم الباراجراف اللي موجوده عندي. مبدئيا شامل كل حاجه، يعني انا ما بفتحش الكتب، ما تفتحش اي حاجه، على ضمانتك يا ميس على ضمانتي، ما تقلقش. حتى الدايلوج كاتبه لك شويه دايلوجز السنه اللي فاتت جا منهم في الامتحان على فكره. ايه ده؟ جه منهم. فما تستهونش باي سؤال، لان حرفيا يا جماعه البي دي اف او الشيت اللي معاك ما بيطلعش منه الامتحان، وده بيبقى كل سنه الحمد لله بفضل الله. فما تستهونش بالموضوع، الموضوع كبير، وان شاء الله ان شاء الله يعني ايه الدنيا تبقى متيسره. واحده واحده بقى كده معانا. ميس اميره، انا عندي اول حاجه في البي دي اف، ما تتحركش ليه اهو، اول حاجه عندي كلمات. طيب ميس اميره، طب انا طبعا مش هضيع وقتي دلوقتي في الكلمات، انا الاول اهم حاجه هقول لك او هنشرح مع بعض الجرامر كامل، وبعد كده هنرجع تاني الكلمات نقراها ونحل الشيت كله مع بعض، كله ان شاء الله مع بعض. تمام. طيب ما بقول لك انا هطلعك من الحصه انت خلاص مراجع مقفل 1 و 2، مقفلهم حتى لو الفيديو طول. حتى لو طول عامه الفيديوهات بتاعتنا يعني بتبقى بسيطه، ما بتبقى صعبه او رخمه، فما تقلقش يعني. طيب احنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا بس هقول لك المحتويات اللي موجوده فيها. طبعا عندك اول حاجه كده الجرامر، ولكن معلش بقى انت عدل الكلمه، هي جرامر بس هنا بالايه، ماشي؟ معلش يعني بسبب الكتابه وكده والسرعه، فالحمد لله. هنعمل ايه بقى عامه؟ دلوقتي احنا هنبدا بالجرامر، هنبدا ان احنا نراجعه. انت عارف المراجعه بتاعتي هي بتبقى عباره عن الشرح تاني، انا بشرح حرفيا المنهج من الاول، فمش محتاجه ان انا اقول لك مثلا راجع الفيديو كذا او هات اصل الفيديو، لا انا كده كده هراجع معاك واحده واحده. طب ميس اميره، واحنا اصلا كان عندنا ايه؟ والله كان عندنا زمن البريزنت سيمبل، تمام، وكان عندنا زمن الباست سيمبل، زمن المضارع البسيط، وزمن الماضي البسيط. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ دلوقتي هنبدا ان احنا، طب يا شباب احنا دلوقتي بقى هنراجع مع بعض على زمن زمن وقاعده قاعده، واحده واحده. ميس اميره حضرتك بتقولي لنا ان احنا عندنا زمن اسمه البريزنت سيمبل. ايه ميس اميره زمن البريزنت سيمبل ده احنا جماعه فهمناه وذاكرناه وغنينا عليه وعملنا كل حاجه. الناس اللي متابعاني على القناه حرفيا البريزنت سيمبل يمكن اكتر زمن انت لو فهمته وعرفته باقي الازمنه بالنسبه لك سهله، او باقي الجرامر بالنسبه لك بقى سهل ما دام فهمت الاساس بتاعك، لان حرفيا ده انا بسميها ان دي القاعده الاساسيه. لو انت فهمت القاعده دي بالنسبه لك كل حاجه هتبقى سهله ان شاء الله بامر الله. واحده واحده، يعني ايه اصلا بريزنت
present simple اللي هو المضارع البسيط. هو بيتكون من ايه؟ احنا اي زمن لازم نعرف بيتكون من ايه. كنت بقول بيتكون من احط للفيرب اس يا ما احطش. تاني يا جماعه بيتكون من احط الفيرب اس يا ما احطش. يعني ايه بحط الفيرب اس؟ يعني الفعل بتاعي ممكن يكون فيه حرف الاس. امتى احط اس؟ لو عندي اسم مفرد زي الهي او الشي او الايت. يعني قولي هي او شي او ايت او اي اسم مفرد. بلاي ولا بلايز؟ لا، الاسامي المفرده كنت دايما اقول لك ان الاسم المفرد يا عيني ده تحسه كده غلبان، كانه بيبقى قاعد لوحده، فبيحتاج حد يونسه. مين اللي هيجي معاه عشان يونسه؟ هو حرف الايه؟ حرف الاس. فاقول he plays she plays. طيب امتى ما بحطش يا ميس اميره اضافات في الفعل بتاعي؟ لو عندي كلام جمع، يعني لو وي او يو او زي او حتى كلمه اي او اي اسم جمع يا حبيب قلبي، اعرف ان انا مش هحط يا ميس اميره في الجمله بتاعتي اي اضافات. الفعل بتاعي يبقى فاضي فاضي من غير اي حاجه. يعني اقول وي بلاي، اقول يو بلاي، زي بلاي، اي بلاي. حطيت هنا اضافات؟ لا، ما حطيتش اي حاجه، لان الجمع عارف انت لما تبقوا ماشيين شله كتير ويجي مثلا حد تاني فتقول لك لا خلاص بقى احنا كتير مش عايزين نبقى زحمه اكتر من كده. ليه؟ عشان الجمع خلاص بقى كتير فهم ما بيحبوش اي حاجه. يبقى البريزنت سيمبل سريعا تاني بيتكون من ايه؟ احط الفيرب اس يا ما احطش. الله ينور. طيب واحده واحده. هو كل زمن يا ميس أميرة حضرتك معرفانا إن كل زمن مفروض ليه كلمات خاصة بيه. مين الكلمات اللي خاصة بالزمن اللي أول ما هلمحهم هحط البريزنت سيمبل؟ بص بقى معايا هم مين. أول حاجة always often، يا تكون بتقول ورايا always often. تاني always often، sometimes، usually، every، never. أنا بص أنا متخيلكوا خلي بالك في دماغي وانتوا كأنكم بتقولوا ورايا usually every never. وبعدين rarely scarcely seldom. عارفه انت بتقول ايه ده؟ ميس امير بتقول تعويذ دي ولا ايه؟ scarcely seldom daily و occasionally. واحده واحده. ايه يا ميس امير انت بتقولي ده؟ تعالي نقولهم ضبط تاني كده سريعا. always often sometimes usually every never rarely scarcely seldom daily و occasionally. ايه يا ميس اميره الكلمات دي؟ الكلمات دي يا ميس اميره بتدل كلها على التكرار. يعني ايه كلمه always؟ always معناها دائما، يعني الحاجه دي بتحصل بنسبه قد ايه؟ 100%. طب كلمه often معناها غالبا، وغالبا دي الحاجه بتحصل بنسبه 60%. طب sometimes معناها احيانا، ودي بتحصل بنسبه 50%. طب كلمة usually عادة، لا دي بتحصل بنسبة كبيرة 80%. يعني مثلا لو أنا بروح النادي كل يوم كل يوم يبقى أقول عليه always. طب لو أنا بروح النادي مثلا كام بروح كل أيام ما عدا يوم بس اللي مش بروح يبقى كده usually. طب لو أنا مثلا بقول لك أنا بروح هو الأسبوع فيه قد إيه؟ الأسبوع فيه 7. لو أنا قلت لك هروح 6 يبقى usually. طب لو هروح 5 يبقى often. طب يا ميس أمية لو هروح 4 أو هروح مثلا 3 أيام يبقى كده sometimes. تمام كده يا جماعة فهمنا؟ طيب يعني إيه كلمة every؟ every معناها كل، شبه لما أقول لك every day. يعني ايه every day؟ يعني كل يوم. طب عندي كلمة اسمها rarely و scarcely و seldom، دول بمعنى نادرا، معناهم من النادر لما الحاجة دي بتحصل بنسبة 15% كده. طيب يعني ايه daily؟ يوميا كل يوم. طب occasionally يعني برضو احيانا. يبقى تاني من الكلمات always often sometimes usually every never rarely scarcely seldom daily و occasionally. حلو، انا فهمت الكلمات وعرفت ان كلها بتدل على التكرار. دلوقتي يا ميس اميره انا عايز اعرف مع حضرتك الكلمات دي مكانها فين. هي ليها مكان؟ طبعا ليها مكان. تعالى اقول لك. في ناس كتير تيجي تقول لي طلبه يقول لي بص يا ميس اميره انا هقول لك مكانهم في نص الجمله. غلط، ما تقوليش مكانهم في نص الجمله، لان انا دلوقتي هفهمك ليه غلط. مكانهم يا قبل الفيرب يا بعد الفيرب تو بي. تاني مكانهم فين يا جماعه؟ يا قبل ايه يا بعد ايه؟ يا قبل الفيرب يا اما بعد مين؟ يا بعد الفيرب تو بي. فيرب تو بي يعني ايه فيرب تو بي ويعني ايه فيرب عادي؟ الفيرب العادي هو اي حاجه غير الفيرب تو بي. طب هو احنا عارفين يعني ايه فيرب تو بي؟ الفيرب تو بي يا جماعه اللي هو ايه؟ يا ام يا ايه؟ يا ام يا ايز يا ار، صح كده؟ دي العيله. طيب يعني ايه مكانهم قبل الفيرب يا بعد الفيرب تو بي؟ تعالى افهمك. لو انا بقول شي بليز، هي بتلعب تنس، تمام كده؟ وعايزه اقول هي احيانا او نخليها غالبا. عايزه اقول هي غالبا بتلعب تنس مش على طول. لو انا عايزه اقول هي غالبا، يعني ايه غالبا؟ اوفن. طب احط اوفن بقى، انت قلت لي في النص، يا ترى احطها هنا؟ ما هو هنا في النص، ولا احطها هنا في النص؟ بص بقى واحده واحده.
انا قلت الكلمات مكانها فين؟ يا قبل الفيرب العادي صح. هو كلمه بليز ده فيرب ايه؟ ده فيرب تو بي. هو ده تو بي؟ هو ده ام او از او ار؟ لا، ولا ام ولا از ولا ار. يبقى ده فيرب عادي. يبقى احط يا ميس اميره اوفن فين؟ قبل الفيرب العادي. يبقى اسمها ايه؟ شي اوفن بليز تنس. حد دلوقتي قال لي ايه ده ميس اميره؟ طيب ازاي اقول اوفن وحرف الاس؟ هي اوفن ما تاثرش، ملهاش دعوه. اوفن تتحط بس عشان تدي معنى ان الحاجه دي بتعملها على طول، غالبا، احيانا، اللي هو الكلمات بشكل عام. يبقى الكلمات بتاثر على وجود حرف الاس ولا ملهاش دعوه؟ ملهاش دعوه. تمام كده يا جماعه؟ طيب. طب انا دلوقتي بقول لك she is good. البنوته دي كويسه. وعايزه اقول لك بقى دي اخلاقها عاليه قوي، دي على طول كويسه. يعني عايزه احط في الجمله بتاعتي كلمه always. احطها فين always بقى يا ترى؟ احطها هنا ولا احطها هنا؟ ميس اميره قالت لي الكلمات مكانها فين؟ يا قبل الفيرب يا بعد الفيرب تو بي. تاني، يا قبل الفيرب العادي يا بعد الفيرب تو بي. طب انا عندي is هو الفيرب ايه؟ تو بي. يبقى نحط الكلمات فين؟ بعده. يبقى هقول she is ايه بقى؟ she is always جود. هي دايما كويسه. يبقى فهمت بقى ما ينفعش اقول في نص الجمله وامشي ازاي. لازم اقولها كده، يا اما قبل الفعل العادي، ولو عندي ام او از او ار نحط الكلمات فين؟ بعده. طب حلو. ميس اميره الكلمات دي انا لو عايز اسال عنها، يعني بقول لك ان انا دايما بروح النادي، ما شاء الله فاضيه ما وريش حاجه، بيحصلش بس ماشي. انا عايزه اقول لك انا دايما بروح النادي، فانت عايز تقولي ميس اميره هو حضرتك كم مره بتروحي النادي؟ يعني ايه كام مره؟ جدع، الله ينور. هاو اوفن. سامعاك، يعني انا سامعه الناس اللي بتجاوب. الناس اللي بتجاوب، اللي مش بتجاوب بعمل نفسي مش واخده بالي. يعني ايه هاو اوفن يا جماعه؟ يعني كام مره. تاني، هاو اوفن معناها ايه يا حبيبي؟ كم مره الحاجه بتعملها. اول ما تلاقي اي كلمه من كلمات البريزنت سمبل اللي احنا لسه قايلينهم، اللي هم always often sometimes، دول كلهم لو لقيتهم اعرف اني هسال بسؤال اسمه ايه يا حبيبي؟ هسال بهاو اوفن. يعني ايه هاو اوفن؟ كم مره حاجه دي بتعملها. طب انا ممكن اقول لك على حاجه. انت ممكن كمان يبقى عندك كلمه اسمها، انا حاسه ليه والله اعلم ان انا بهدلت البورد كده، مش حاسه اني نظمتها. هنظمها لك ولا تزعل نفسك. هو انا دلوقتي لما اقول لك مثلا ميس اميره هو كلمه twice a week، يعني ايه twice a week؟ يعني مرتين في الاسبوع صح؟ twice a week. لما اقول لك once a week، يعني ايه once a week؟ مره في الاسبوع. لما اقول لك الحاجه دي بتحصل 3 times، 3 مرات. بص بقى، اول ما تلاقي حاجه بتدل على كده التكرار، حاجه بتتكرر، اي حاجه تدل على التكرار present simple، اي حاجه تدل على التكرار present ايه؟ simple. ولو لقيت الكلمات دي اعرف برضو اني اسال عنها بهاو اوفن. اسال عنها بايه يا حبيبي؟ بهاو اوفن. طب حلو. طب ميس اميره هو اصلا ايه استخدامات الزمن؟ ليه في زمن سموه بريزنت سيمبل؟ كل زمن يا جماعه لازم نعرف استخداماته. يعني هو ليه اصلا موجود؟ ليه بقى في حاجه اسمها مضارع بسيط؟ انا هقول لك. البريزنت سيمبل استخداماته، اسمع معايا بقى، حقيقه تكرار جدول مواعيد. تاني، استخداماته مين يا حبيبي؟ حقيقه تكرار جدول مواعيد. طيب بص كده، هقول ايه بقى؟ هقول يعني ايه حقيقه يا ميس اميره؟ لما اقول لك الشمس بتشرق كل يوم، مش دي حقيقه يا حبيبي؟ يبقى هقول the sun rises every day. الشمس بتشرق كل يوم. بص كده، دي حاجة حقيقية، فعشان كده يا ميس أميرة الصن مفرد فحطت لها حرف الاس. طيب يعني ايه يا ميس أميرة تكرار؟ لما اقول لك انا بروح النادي I go to club مثلا، بروح النادي مثلا 3 times a week، يعني 3 مرات في الاسبوع. بص كده، مش دي بتدل على التكرار؟ ما دام اي حاجه بتدل على التكرار يبقى احط الفيرب اس يا ايه يا ما احطش. طب حلو. طب انا لو بقول لك مثلا، انا قلت لك حقيقه تكرار ايه؟ جدول مواعيد. يعني ايه كلمه جدول مواعيد؟ اللي هو التايم تيبل. عارف لما اقول لك القطر هيغادر الساعه 10، the train، تختار leave ولا تختار leaves ولا تختار will leave at 3 o'clock tomorrow؟ بكره ان شاء الله الساعه 3، اللي هي بكره الساعه 3. بص بقى، لو في حد بيفهم قوي من الطلبه، عقليته يعني ما شاء الله عليها، هيقول ايه ده؟ يا ميس اميره احنا لقينا كلمه تومورو. هي تومورو معناها ايه؟ بكره. طب ما هي بكره بتدل على المستقبل صح؟ لما ده بتدل على المستقبل يبقى نختار ايه؟ ويل. بس ثانيه، يعني ايه جدول مواعيد؟ هو انا دلوقتي لو اتاخرت يا جماعه على القطر، هو القطر هيستناك؟ مش هيستناك صح؟ لو انت الحد دوت او الميعاد ده ثابت ومش هيستنى حضرتك، انا ميس اميره حاطه الحصه الساعه 6، حضرتك جيت الساعه 7 او 8، هتلاقيني عملت ايه؟
اكيد هتلاقيني ان انا بدات صح. ما دام هتلاقي الحاجه اللي عند حضرتك دي مش هتنتظرك، او الجدول ده ثابت مش هيتغير ومش هيستنى حضرتك، يبقى على طول بريزنت سيمبل. على طول بريزنت ايه سيمبل. هو القطر هيستناك؟ اكيد مش هيستناك يا حبيبي. يبقى هتبقى ذا ترين ايه بقى؟ يبقى ويل مش هتنفع. ليه؟ عشان ده جدول ايه؟ ده جدول مواعيد. يبقى اتبقى لي كام حاجه؟ يا ليف يا ليفز. طبعا الترين ده ايه؟ مفرد. المفرد بيحب حرف الايه؟ الاس. يبقى سريعا البريزنت سيمبل بيتكون من ايه؟ احط الفيرب اس يا ما احطش كلماته always, often, sometimes, usually, every, never, rarely, scarcely, seldom, daily واوكوجنال. الكلمات دي كان مكانها فين؟ يا قبل الفيرب يا بعد الفيرب تو بي. الله ينور. طب الكلمات دي بسأل عنها بسؤال اسمه ايه؟ هاو اوفن. يعني ايه هاو اوفن؟ يعني كام مره بنعمل الحاجه دي. طب الاستخدام بتاع الزمن ليه في زمن المضارع البسيط؟ عشان بيجي استخداماته حقيقه ايه؟ حقيقه تكرار جدول مواعيد. فاضل لنا حاجه بسيطه خالص. هو يا ميس اميره اي زمن بيبقى فيه مساعد بيساعده. مين المساعد اللي هيساعد البريزنت سيمبل؟ تعالى بقى اقول لك. انا محتاجه اعرف الهيلبنج فيرب. يعني ايه هيلبنج فيرب؟ معناها فعل مساعد. مين اللي هيساعد الزمن ده؟ هو ايه؟ ايوه الله ينور. مثلا ناس بتقول يدو يا دز، يدو يا دز. طب الدو الدز الاثنين بيجي بعديهم فيرب فين؟ حد يعرف؟ الفعل في المصدر. تاني الفعل المساعد بتوعه يدو يا دز، والاثنين يجي بعديهم فيرب فين؟ في المصدر انفينيتيف من غير اي اضافات. طب اسال سؤال، هي الدو دي فيها حرف اس؟ لا. احنا عارفين الكلمه اللي مش بيجي معاها حرف الاس هم مين؟ الاي والوي واليو والزي واي اسم ايه؟ جمع. طب دي فيها حرف الاس، يبقى كده هيجي معاها ايه؟ هيجي معاها الهي والشي والايت واي اسم ايه؟ واي اسم مفرد. بص بقى، هو الدو داز انت سمعتني قبل كده بقول اي دو بلاي تنس ولا اي بلاي تنس على طول؟ اي بلاي تنس على طول. يعني ما ينفعش اقول اي دو بلاي؟ لا مش هتنفع. طيب حلو ميس اميره، ما دام انا مش هينفع اقول اي دو بلاي، امال دو داز بيجوا في ايه؟ بيجوا في حاجتين. حد فاكر؟ يا نفي يا ايه؟ يا نفي يا سؤال. تاني الدو داز بيجوا فين يا حبيبي؟ يا نفي يا ايه يا بابا؟ يا نفي يا سؤال. طيب بص بقى كده واحده واحده. انا هحط لك سؤالين محتاجين حد عقليته اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك يحلها. انا واثقه ان شاء الله ان شاء الله عيالي، او لو كان حد اتفرج على الجرامر بتاع البريزنت سيمبل اللي كان عندي على القناه، واثقه ان انت ان شاء الله تعرف تقوله. طيب بيقول لك يو ونخليها where كده، وتختار where do you ولا where are you. عايزه اقول انت فين؟ انت فينك يا ترى ايه؟ وجمله تانية هحط لك جمله تانية عشان يبقى احنا ايه كده، يعني خلينا الموضوع لطيف. هقول لك ايه؟ you ready. دي سهله انت هتعرفها عشان انت بتسمعها دايما كده، بس عشان مش انت فاهم يعني جت منين. هقول لك جت منين دلوقتي. بص يا حبيبي، اي سؤال هيجيلك في شكل تشوز كده تعمل حاجه بسيطه، تستبعد، تشوف ايه اللي ما ينفعش نحطه. تمام؟ طيب بص، مبدئيا هو كلمه يو انت ممكن يجي معاها دو وممكن يجي معاها ار، بس احنا عارفين ان كلمه دو لازم يجي بعديها فعل فين؟ في المصدر صح؟ طب هو يو ده فعل في المصدر اصلا؟ لا يا ميس اميره مش فعل في المصدر اصلا. طب ما دام مش فعل في المصدر ينفع نحط دو يو؟ اقول وير دو يو؟ ما انا محتاجه فاعل. هو فين الفاعل؟ مش موجود. يبقى ما دام مش موجود يبقى ما اختارهاش. امال مين اللي ما عندهاش مشكله تقول لك لو ما فيش فعل انا ممكن اقعد في الجمله عادي ما عنديش اي مشاكل؟ كلمه اور. يبقى تاني الام والايز والار او عيله الفيرب تو بي، لو ما فيش فعل في الجمله يقول لك يا عم انت هتفكر كتير ليه؟ احنا ننزل في الجمله يا عم عادي ما عندناش مشكله. يبقى تاني اعرف كده، اكتب عندك بقى ان عيله الفيرب تو بي اللي هم مين؟ الام والايز والار على فكره، والوز والوير اللي هم الماضي بتاعهم، دول ممكن يجي بعديهم حاجتين. ممكن لو في فعل فيرب يبقى في الاي ان جي، وممكن يكون مفيش فعل اصلا ويكون في اسم او مكان او صفه. اسم او مكان او ايه او صفه. يعني لو الجمله اصلا ما فيهاش فعل يا ميس اميره هنحط يا ام يا ايز يا ايه يا ار. بجد تحفه قوي السؤال، تحفه. يبقى اقول ايه بقى؟ يبقى اقول where are you اين انت. طيب كلمه you ready يعني ايه you ready؟ عايزه اقول هل انت مستعد؟ هو انت مستعد؟ هي ready دي بقى ايه معناها؟ ايه؟ يستعد ولا مستعد؟ لا دي معناها مستعد. يعني دي تعتبر ايه بالنسبه لي؟ adjective صفه. طب حلو، هو ده فعل؟ لا. ready ده فعل؟ لا. يبقى انا ينفع احط دو؟ لا. طب ينفع احط داز؟ لا يو اصلا ما يجيش معاها داز، يبقى دي برضو مستبعده. اتبقى لي مين اللي تنفع؟ اور. عشان كده بنقول ار يو ريدي. عرفت ليه؟ علشان ار ممكن يجي بعديها اسم او مكان او صفه. تمام؟ يبقى لو ما فيش فعلا نحط يا ام يا ايزي ايه يا ار. على فكره احساسي يراودني ان ممكن يجي لك حاجه من دي في الامتحان، تبقى فاهم. اديني قلت لك. طيب ده كده بالنسبه لايه؟ بريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط.
طب يا شباب دلوقتي بقى هنعمل ايه؟ دلوقتي هنشرح مع بعض زمن الباست سيمبل اللي هو زمن الايه؟ الماضي البسيط. بص بقى يا حبيبي، هنحاول كده نرتب البورد تمام عشان تبقى ايه منظمة ومرتبة، وحضرتك تعرف ايه لو عايز تصورها تصورها. عشان البورد المرة اللي فاتت انا اعتمدت بس ان حضرتك تبقى ايه، تبقى فاهم، بس ما اعتمدتش الصراحة ان انت ايه تاخد لها صورة ولا حاجة، فانا هنظمها. بص يا حبيبي، هو الباست سيمبل دوت اللي هو زمن الماضي البسيط ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من فيرب تصريف تاني بيتكون من فيرب تصريف كام؟ تاني. ليه؟ هو انا اصلا عندي كام تصريف؟ عندي اول وتاني وتالت. الباست سيمبل بقى هو الفيرب تصريف الكام؟ التاني. طب ده كان بينقسم لايه؟ ممكن يبقى منتظم وممكن يبقى مش منتظم، ريجولار او irregular. هو المنتظم ده يعني ايه؟ المنتظم ده يعني هنضيف له دي او اي دي او اي اي دي. طب الغير منتظم شكله بيتغير، زي كلمه جو ماضيها went. طب زي كلمه cut ماضيها cut برضو. طب زي كلمه مثلا forget ينسى ماضيها forgot. هنشيل او ونحط بدلها الاي ونحط بدلها او تبقى forgot. حلو، يبقى ده بيتكون من فيرب تصريف تاني اسمه ماضي بسيط. يبقى الحاجة بتحصل ولا انتهت؟ انتهت. يبقى من اليوزج بتاعته اللي هي الاستخدام بتاعه اهو، استخدامه ان بيدل ان الحاجة دي ايه؟ حصلت في الماضي يا ميس أميرة وانتهت. لا انا كاتبه ايه اهو، حدثت في الماضي وانتهت، خلاص خلصت مش عايزينها انتهت. طب حلو ميس أميرة، طب هو الزمن ده ليه كلمات؟ طبعا ليه كلمات، تعال أقول لك مين كلماته. قول معايا بقى yesterday. أيوة yesterday last ago. تاني yesterday last ago in the past once this morning in the past once this morning in وسنة في الماضي. يبقى تاني انت بتقول معايا أو بتقول ورايا this morning in وسنة في الماضي. تاني افهمك يعني ايه اللي انا بقوله، قول الكلمات معايا بس. yesterday last ago in the past once this morning in وسنة في الماضي. ايه اللي انت بتقولي ده يا مس أميرة؟ واحدة واحدة. يعني ايه yesterday؟ يعني معناها امبارح او امس، امبارح الحاجة دي حصلت. طب last معناها الماضي او اللي عدى. طب كلمة ago معناها منذ. طب كلمة in the past معناها حاجة حصلت في الماضي. طب once ذات مرة من المرات. عارف لما اجي احكي لك قصة او حاجة فاقول لك once I played tennis، يعني ذات مرة انا لعبت تنس، وقعد احكي لك كل الحاجات اللي حصلت. طب this morning معناها هذا المساء هذا الصباح، فاقول لك this morning I played tennis، الصبح انا قمت لعبت تنس، انا اكلت شربت، انا بحكي لك الحاجة اللي حصلت ايه؟ الصبح. طيب كلمة in وسنة في الماضي يعني ايه؟ يعني اقول لك in 2020. هو احنا 2025 صح؟ 2025. طب لما اقول لك 2020 يبقى معنى ذلك ايه؟ يبقى معنى ذلك ان السنه دي انتهت. ما دام السنه انتهت يا جماعه يبقى على طول بحط ايه؟ ماضي. طب حضرتك ما قلتليش كلمه لاست، هي لاست ديت بكتبها ازاي؟ يعني ايه كلمه الماضي؟ عارف لما اقول لك لاست ويك، يعني ايه لاست ويك؟ الاسبوع اللي فات او الاسبوع الماضي اللي عدى يعني. طيب كان عندي كمان كلمة اسمها أجو. قلنا أجو معناها إيه؟ منذ. عارف لما تقول الحاجة دي حصلت 3 days ago، يعني إيه 3 days ago؟ يعني منذ أو من 3 أيام. أجو بيجي قبلها الفترة، لكن لاست يجي بعديها الفترة. تمام كده يا جماعة؟ دي كلمات الماضي. طب دي الكلمات دي مكانها فين؟ عادي ممكن نحطها في الأول أو في الآخر، مفيش أي مشكلة. يبقى تاني من الكلمات سريعا: yesterday last ago in the past once this morning in وسنة في الماضي. في حاجة كمان، لو نص الجملة ماضي يبقى النص التاني ماضي. الله ينور عليك. تاني، لو نص الكلام ماضي ينفع يبقى نص الكلام ماضي وانت بتحط الناحية التانية مضارع؟ غلط. امال ايه يا ميس أميرة؟ لو نص الكلام ماضي يبقى اوتوماتيك الناحية التانية لازم نخليها يا جماعة، لازم نخليها ماضي. طب حلو، مثلا انا دلوقتي قبل ما هقول لك بس الجمله هقول لك حاجه كمان، ان انا دلوقتي الكلمات دي كلها ممكن اسال عنها بسؤال ايه؟ انا بقول لك ده انا رحت النادي امبارح، فلو هسال هقول ايه؟ امتى رحت النادي؟ يبقى كلمات الماضي هسال عنها بكلمه اسمها امتى. يعني امتى؟ وين. يبقى بنسال عنهم بسؤال اسمه ايه يا حبيبي؟ وين. طب يا ميس اميره الزمن دوت مين المساعد بتاعه؟ مين الهيلبنج فيرب؟ الهيلبنج فيرب اللي هيساعده هيلبنج فيرب اهي، عشان لو انت عايز تحرفها. helping verb اللي هو الفعل المساعد. مين الفعل المساعد اللي هيساعدها؟ ايوه جدع، did. وبعد did لازم يجي بعديها فعل فين؟ في المصدر من غير اضافات. تاني did يجي بعديها فعل فين؟ مصدر من غير اضافات. حد سألني طب did بتيجي مع ضمير معين ولا كل الضمائر؟ عادي بتيجي مع اي ضمير، مفيش اي مشكله. طيب ميس أميرة سمعت حد بيقول I did play tennis ولا اسمها I didn't؟ او اقول I played، لكن ينفع اقول I did play؟ لا.
طب لذلك يبقى دي بتيجي مع ايه يا حبيبي؟ مع النفي او السؤال. تاني دي بتيجي مع النفي او ايه يا حبيبي؟ السؤال. يعني انا لو عايز انفي الجمله هقول ايه؟ I didn't وبعديها مصدر يقول I didn't play. طب لو سؤال هبدأ بكلمة did واقول لك مثلا did you play tennis؟ هل انت بتلعب التنس؟ تمام كده، والاجابه تبقى بيس او نو. في مشكله كده في البوست سيمبل، هحط لك سؤالين لو انت جاوبتهم يبقى انت يا ابني كده عالمي. لو انت بقى حد عايز ياخد سكرين ليه ياخدها صوره كده يعني البورت ياخدها عادي، وانا ممكن اطلع بره الكادر خالص. طيب ان شاء الله تكون خدتها بقى صوره. نشوف السؤالين الصراحه مش اي حد يعرف يحلهم، او هم سهلين، ولكن عارف انت اللي بيحصل لي كنت وانا قدك والله يا ابني، ده كان بيحصل لي، معرفش بيحصل لكم بصراحه ولا لا. بس الناس اللي مذاكره قوي دايما شيطانها حاضر معاها في الامتحان. بمعنى انا قاعد بمتحن في امان الله وخلاص جاوبت الاجابه، تلاقي دماغي عماله تقول لي ايه ده، هو انت ما اخترتي الاجابه دي ليه مختاراها يا بنتي؟ يا بنتي الاجابه غلط كده، روحي اختاري الاجابه التانية دي شكلها احلى. دي دماغك بجد، دماغنا كلها بتعمل كده في الامتحان. عشان كده ناس كتيره جدا بتغير اجاباتها بعد ما كانت اجابه صح، حولتها الاجابه الغلط. عارف ليه؟ عشان انت تبقى داخل السؤال دوت انت اصلا مش فاهمه. حقيقه انت ممكن تبقى قايل لا 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 بريزنت سيمبل باست سيمبل دول بالنسبه لي سهلين جدا ما فيهمش اي حاجه، ولكن لو انت فاهم كويس جدا وعارف طريقه ازاي تحل عمرك ما هتتلخبط. ليه؟ علشان دماغنا دايما شيطانه حاضر في الامتحان. فلو انت عطيت فرصه لشيطانك ان هو يحضر كده ويقعد يسالك اسئله وانت هتعجز عنها مش عارف ترد عليه او مش عارف ترد على نفسك، ما انت قاعد في الامتحان انت ودماغك، فانت دماغك على طول ايه؟ عماله تسال اسئله. فلو انت ما عندكش رد لكل سؤال هتقع حرفيا. عشان كده دي مشكله ناس كتير جدا بتقابلها، ميس اميره بغير اجاباتي على اخر لحظه، عشان انت مش فاهم او مش مذاكر. دي حاجه من الاثنين. حتى لو انت مذاكر بس في حاجات بسيطه ممكن تبقى انت واقعه منك، ما دام واقعه منك خلاص. لذلك بقى انا بعمل ايه؟ انا دايما مع طلابي ايه دايما حاضره، انا دايما حاضره في دماغهم. بمعنى بص كده، دي الاسئله اللي هتتسال فيها في الامتحان، اللي دماغك هتسالها لك. ليه؟ لان انا كنت بتسال نفس الاسئله كده في الامتحانات، فانا بقى جايه اقول لك احل لك المشكله اللي عندك اللي انا كنت بواجهها. بص يا حبيبي، لما اقول لك when I was young، لما انا كنت صغير، وهقول لك طريقه تحل بيها اي حاجه حرفيا هتفرق معاك جدا. الطريقه دي انا لما اعتمدتها وانا في اولى ثانوي والله بفضل الله انا حرفيا طلعت الاولى على المدرسه. مش انا طلعت الاولى على المدرسه، مع ان دي كانت بالنسبه لي حاجه اللي هو طلعت الاولى على المدرسه كانت حاجه كبيره قوي بالنسبه لي. يعني انا ممكن مش هطلع اي ترتيب، بس الاولى كانت بالنسبه لي حاجه يا جماعه فرحه كبيره جدا. فالحمد لله بفضل الله. بس بجد الطريقه دي هتفرق معاك، ويا رب فرحت بقى الناس كلها ان هي تطلع الاولى كده. when I was young I usually، انا غالبا او انا عاده كنت ايه تنس. ويا ترى تختار اي بلاي ولا بليد؟ وعلى فكره الاسئله اللي انا بقولها دي وارده جدا تيجي في الامتحانات، ما تجيبهاش كده، هي بتبقى جايه في امتحانات قبل كده، فعشان كده انا بكتبها لك عشان تبقى عارف. بس ما تقولش ميس اميره حط اسئله صعبه، لا الصعب ده بيجي في الامتحان عادي، وفي طلبه كتير بتقع فيه. did he ايه نفس التنس؟ تقولي انت بتلعبي تنس يا ميس اميره ولا؟ يقول لك والله يا ابني ولا بلعب تنس ولا حاجه، ولا عمري جربته بس ما اعرفش في ايه التنس مصاحبني كده ليه، يمكن العبه في يوم من الايام ولا حاجه. طيب وجمله كمان هقول ايه؟ you ready yesterday. اسئله بجد كلها حلوه. سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول سؤال when I was young، لما انا كنت صغير. ناس دلوقتي هتقول ايه؟ بص يا ميس اميره كده وحيد الله لا اله الا الله صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. نص الجمله ماضي، هو ما دام نص الجمله ماضي يبقى اكيد النص التاني ايه؟ ماضي. المفروض انت وانت داخل على السؤال بتفكر دماغك بتعمل تحليل لكل جمله داخله عليها، تمام؟ طيب يبقى كده المفروض نص الكلام يبقى ماضي، ولكن بصيت كده لقيت هنا كوما وتكمله الكلام بيقول ايه؟ usually. الحقيقه ميس اميره لقيت كلمه usually، مش usually دي كانت كلمه من كلمات المضارع. دماغك بقى في الامتحان مستلماك حرفيا. يا ابني usually دي يا ابني مضارع. بقول لك ايه يعني؟ نحط الفيرب اس يا ما احطش؟ يعني المفروض اقول بلاي او usually بلاي. ودماغك برضو من الناحيه الثانيه بتقول لك يا عم نص الكلام ماضي، حط الناحيه الثانيه ماضي. وانت قاعد تصوت في اللجنه انا امشي ورا مين بالظبط؟ بص يا حبيبي هقول لك، الماضي عندك هو الاقوى. عارف يعني ايه هو الاقوى؟ يعني بقول لك لما انا كنت صغير. ينفع اقول لما انا كنت صغير انا بلعب دلوقتي ولا لعبت؟ يبقى تاني لو لقيت كلمه بتدل على الماضي كل هيبقى فين يا جماعه؟ في الماضي، حتى لو في كلمات مضارع، فتبقى الاجابه ايه بقى؟ I usually played. الحمد لله. عشان كده دايما تلاقي ابني عمره ما يكون عنده مشكله في الجرامر بفضل الله، لان
دايما انا بسالك نفس الاسئله اللي انت لو قعدت في الامتحان دماغك تسالها لك، فما فيش فرصه للهروب. طب اللي بعد كده بقول لك did he eat tennis yesterday. بص بقى، يا ترى تختار بلاي، انا نسيت احط الاختيارات. طب هي الاختيارات برضو يا ترى بلاي ولا بليد؟ واحده واحده. في طالب هيقول ايه بقى، هو قاعد في الامتحان، ميس اميره قالت لنا كلمه ديد بيجي بعديها فعل فين؟ في المصدر. ونفس الطالب بنفس الدماغ بتقول له بس في يسترداي، واحنا عارفين ان لو في يسترداي بنحط فيرب تصريف كام تاني، فاصبح انت عايز تحط مصدر وفي نفس الوقت عايز تحط تصريف تاني. اعمل ايه؟ بص بقى، مين اللي مسيطر اكتر؟ الدو والداز والديد. اسمهم حتى الدو والداز والديد انا دايما مسمياهم افعال مساعده مسيطره، ما دام موجودين عندك لازم احترم هم عايزين ايه، بشروط. دول بجد بيجوا كانهم بيجوا بشروط كده، بيتشرطوا قبل ما يجوا. فالدو والداز والديد لما موجودين عندك اعرف اني هسمع لكلامهم. هو الدو والداز والديد لازم يجي بعديهم فعل فين؟ في المصدر. يبقى انا هقول كلمه ايه؟ ديد هي بلاي. يبقى اوعى دماغك تاثر عليك عشان انا سمعت طلبه بتقول لي كده، طب ما في ميس اميره ماضي يبقى انا احط دي ماضي. لا يا حبيبي، ديد هي الاقوى، يبقى اكتب كده على ديد ايه؟ مسيطره. بجد جاب في دماغي بس الاغنيه خلاص ولا اي حاجه. بعد كده يو ريدي يسترداي. عايزه اسال اقول هل يا حبيبي كنت مستعد امبارح؟ طيب جماعه، كلمه حبيبي دي تمشي للولد والبنت عادي يا جماعه، عشان في ناس قالوا لي ميس اميره ليه بتقولي حبيبي؟ في بنات عادي يا جماعه، حبيبي تمشي ولد وبنت، والله انتوا كلكم حبايبي يعني، الله يكرمكم. يو ريدي يسترداي، واحده واحده. انا احط ديد ولا احط ووز ولا احط وير؟ طبعا الشعب كله قال بس كده، اللجنه كلها قالت في يسترداي، يبقى طبيعي اول ما نلاقي يسترداي نحط ايه؟ نحط ديد. واحده واحده حبيبي، تريس يا بابا. هو كلمه يو دي مبدئيا مش هيجي معاها ووز صح، لان احنا عارفين ووز دي بتيجي مع ايه؟ بتيجي مع الاي، خلي بالك اسمها اي ووز، وتيجي مع الهي، وتيجي مع الشي، وتيجي كمان مع الايه؟ مع الايد. لكن يا ميس اميره كلمه وير دي بتيجي مع الجمع زي الوي او يو او الزي. تمام كده حبيبي؟ طيب واحده واحده. انا قلت لك دي محتاجه يجي بعديها فعل فين؟ في المصدر من غير اضافات صح؟ طيب حلو. هو يو ده فعل؟ لا، انا قلت من شويه يعني ايه مستعد، ده فعل ولا ده صفة؟ ده صفة ميس أميرة. يعني ينفع أحط دي؟ طب بلاش، طب الأول يسترداي. يسترداي دي أدفيرب، يعني أدفيرب يعني ظرف زمان. تمام طيب، يبقى ينفع ديد؟ ما لقيتش مصدر، ما لقيتش فعل أصلا ينفع أحطها وما فيش فعل؟ لا، يبقى الإجابة أصلا اللي أنت اخترتها دي غلط. يبقى مش هينفع أقول ديد يو ريدي يسترداي، أمال هقول إيه؟ ما فيش متبقليش غير إيه؟ غير كلمة وير. يبقى أنا لما استبعدت ودماغي فاهمة كل سؤال، أنا مش بحل كده، مش داخلة الامتحان أنا شفت السؤال ده قبل كده حله. دماغي بتبدأ ان هي تعمل استبعاد، مش هنختار دي عشان كذا، مش هنختار دي ده عشان دي محتاجة مصدر وهنا مفيش مصدر، فتبقى لي ايه؟ وير. طول ما انت عندك سبب للإجابة تعرف تطلع أي إجابة مهما كانت. تمام، عشان ما تديش فرصة لإيه؟ دماغك تقعد كده إيه؟ تزاولك في الامتحان. يبقى الإجابة تبقى وير. were you ready؟ طب أنا أسألك بقى، لو أنا جبت في الامتحان بدل ready جبت get ready، يعني إيه كلمة get ready؟ get ready دي هي اللي فعل اللي بمعنى يستعد. يبقى انا لو لقيت كلمه جيت ريدي اجيب معاها دي، ده عادي. عارف ليه؟ عشان دي مصدر، دي كده فعل وفي المصدر، ما ده فعل في المصدر يبقى احط معاها ايه؟ دي، ده عادي مفيش مشكله. تمام كده؟ احمدك واشكرك يا رب. احنا كده خلصنا يا جماعه الباست سيمبل كامل بكل افكاره وبكل تفاصيله وكل حاجه عنه. تمام، يبقى الباست سيمبل بيتكون من فيرب تصريف كام؟ تاني ليه كلمات مين كلماته؟ yesterday last ago in the past once this morning in وسنه في الماضي. قلنا لو نص الجمله ماضي يبقى النص التاني ماضي. الله ينور عليكم. طب ميس اميره لو عندي ماضي وكلمات مضارع، الماضي مسيطر. طب لو لقيت ديد او دو او داز بيجي بعديهم فعل فين؟ في المصدر وهم برضو مسيطرين. تمام كده؟ طيب سؤال ممكن يجي لك زي دوت، معلش اخر حاجه انا عارفه ان انا تقلت عليك بس عشان يبقى انا لميت لك كل حاجه. هو تشيلدرن دي بنعملها معامله بس مفرد ولا جمع؟ يعني ايه تشيلدرن؟ اطفال. فانا لو لقيت اعرف ان انا هعملها معامله جمع عشان تبقى انت بس فاهم عشان ما تتلخبطش. يعني تشيلدرن ايزي ولا ار مثلا؟ ار. هاف ولا هاز؟ هاف. طيب عايزه اقول لك كمان، لو انا هقول لك شي بليد هي لعبت. تمام، ميس اميره مش هيخلص ولا ايه؟ لا والله هيخلص، بس ايه، حسيت السؤالين دول جم في امتحان قبل كده تقريبا شهر او حاجه فقلت اقوله. she played and ايه ate ولا eat ولا eats مثلا snacks. هي لعبت وكلت سناكس. حاجات خفيفه. واحده واحده، يا ترى eat ولا ate ولا eats؟ في ناس هيقولوا هنا في كلمه شي، ما دام في كلمه شي يبقى احط حرف الاس. وفي ناس تاني هيقولوا لا ميس اميره انا دلوقتي عندي كلمه شي ديت
جاي بعديها ماضي صح، وما ده ماضي يبقى الناحيه التانية ايه ماضي. عايزه اقول لك حاجه، ان كلمه اند، انت جدع الله ينور، كلمه اند دي الفعل اللي بعدها هيقلد الفعل اللي قبلها. هو الفعل اللي قبلها بليد ماضي صح، يبقى الفعل اللي بعدها يبقى ايه، هيبقى ماضي برضو، يبقى الاجابه تبقى ايه. طب انا هسالك سؤال، لو انا مسحت كلمه بليد، يعني انا مثلا، طب بصوا يا شباب هنحط سؤال تاني، جبت لك بقى صفحه كده ايه ناصعه البياض، ويلا بينا نشوف السؤال بيقول لك ايه. she eats مثلا and plays، ولا play، ولا بليد. بص يا حبيبي انا لسه قايلك من شويه ايه، لسه قايله لك ايه، طب ليه عملت كده مش عارفه بصراحه، بس ماشي واحده واحده. انا قلت لك من شويه ان انا دلوقتي اند الفعل اللي بعد اند لازم يقلد الفعل ايه اللي قبله. هو ايتس ده فيه حرف الايه اس، يبقى اللي بعديه برضو لازم يبقى الفعل فيه حرف الايه الاس، يبقى الاجابه تبقى بليز. يبقى تعرف ان اند، اكتب عندك قاعده ان اند الفعل اللي بعدها هيقلد الفعل الايه يا حبيبي اللي قبلها. تمام كده خلصنا. الف الف مبروك، الف الف مبروك، حرفيا احنا هنحل على اللي احنا قعدنا نقوله ده كله. لا اله الا الله، والله يا ابني فرحه المنتصر. يعني مش انت بس اللي بتفرح، المدرس مننا بيفرح يا جماعه فرحه عمره لما بيخلص. والله انت مش عارف بجد احنا بنفرح قد ايه. انا شخصيا بفرح فرح ما اقولكش، الحمد لله. يمكن لو انت عندي على الفيسبوك او الانستجرام او اي حاجه السوشيال ميديا، بجد انا يعني بص تلاقيني دايما كاتبه تم، اول ما بكتب تم بحمد الله ابقى فرحانه فرح الحمد لله. يلا بينا سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اول سؤال بيقول لك what do you eat for breakfast. واحده واحده، لقيت يا ميس اميره دو، يبقى دو هيجي بعديها الفيرب فين في المصدر من غير اضافات. مين مصدر؟ هي دي مصدر؟ لا دي هاز، ودي هاد ماضي، ودي هافينج، انا عايزها مصدر. ايه ده، هو هاز ما تمشيش مصدر؟ لا تعالى كده افكرك، كان عندي حاجه اسمها عيله الفيرب تو هاف. هي عيله الفيرب تو هاف دي اللي هي عباره عن ايه، عباره عن الهاف او الهاز او الهاد. مين هو المصدر؟ كنت اقول لك ان المصدر اسم العيله، المصدر اسم العيله. مين اسم العيله؟ اللي هو كلمه هاف، يبقى المصدر كلمة هاف. طب مش أنا عندي عيلة اسمها عيلة الفيرب تو دو، هي دي عبارة عن إيه يا ميس أميرة؟ عبارة عن الدو أو الداز أو الديد صح كده؟ طب مين فيهم المصدر؟ المصدر اسم العيلة، هو العيلة كلمة إيه؟ دو، يبقى هي دي المصدر. طب عندي عيلة كمان اسمها عيلة الفيرب تو بي، هي عيلة الفيرب تو بي اللي هي عبارة عن إيه؟ مفروض الام والإيز والآر، ولو ماضي تبقى ووز أو وير. حلو، مين المصدر؟ المصدر اسم العيلة، هو اسم العيلة اللي هي كلمة إيه؟ بي. تمام كده، يبقى انت فهمت الثلاث عائلات دول المصدر بتاعهم ايه عشان تبقى انت عارف المصدر هاف او المصدر بي او المصدر ايه دو. طيب واحده واحده، يبقى الاجابه تبقى هاف. نمبر 2 what time ايه you get up. عايزه اقول ايه الوقت اللي حضرتك بتصحى فيه. طالبه منك طلب، تعرف ان اي اداه استفهام هتتحط لازم يجي بعديها مساعد، لازم يجي بعديها ايه مساعد. طب ميس اميره هو الدو داز والديد مساعدين؟ اه طبعا قال لك ان هم مساعدين. الام والايز والار مساعدين، الووز والوير مساعدين. اعرف كمان ان الهاف والهاز والهاد لو جه بعديهم تصريف ثالث مساعدين. عارف كان كود شال شود والوود may might must كل دول مساعدين. لو انت مش عارف تكوين السؤال او لو مش عارف ازاي اصلا تكون سؤال لوحدك او تحل حتى السؤال بتاع الدايلوج، يا جماعه انا منزله سؤال الدايلوج على القناه، انزل كده شويه تقريبا كام فيديو كده هتلاقيه سؤال المحادثه موجود على القناه، اتفرج عليه بجد والله في غايه الاهميه، اتفرج عليه. طيب سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا محتاجه احط مساعد. طيب هو اصلا عندي يو صح، ينفع مع يو احط از؟ لا دي مستبعده، وهاز مستبعده. يو اصلا ما تحبش الفعل اللي معاها فيه حرف الاس، كل ده فيه اس ودي كمان فيها اس مش عايزاه، يبقى مين الوحيده اللي هتيجي؟ دو، ودو هيجي بعديها فعل فين في المصدر. نمبر 3 she often exercise after school. والله عندي often، هي often بتأثر على اللي بعدها؟ ملهاش دعوة يا معلم، تقول لك أنا هبص على شي، هي شي دي إيه مفرد، مين مفرد بيحب حرف الاس عشان يعني قاعد لوحده غلبان نحط له حاجة تونسه يبقى does. نمبر 4 I ate to the basketball practice on Tuesday. يوم الثلاث احنا بنروح للتمرين بتاع كرة السلة، يبقى هقول هي بتحب إضافات؟ لا. هو أنا أصلا يا جماعة ينفع أحط ING من غير ما يكون قبليها am أو is أو are او look او like او love او اي حاجه من دي؟ ما ينفعش، ما ينفعش اقول I going، اقول I am going، او اقول I was going، او اقول I like going. الحاجات دي كلها بيجي بعدي ing، لكن ing ما ينفعش نمسكها نرميها كده في الكلمه وخلاص ونحطها في الجمله. تمام طيب، فهتبقى ايه بقى؟ I go.
عشان ده ميس أميرة بيدل على ايه؟ هو بيروح كل تلات او بيروح يوم التلات، يبقى دي كده متعود على حاجة يعملها، انا في تعود في تكرار present simple. 5 ليلى يوجوال ايه؟ ماليش دعوة بيوجوال، انا هكمل هير aunt after school بعد المدرسة بتشوفها. ليلى مفرد يبقى sees يا حبيبي بتقابلها او بتشوفها. 6 بقول لك تيد A to football practice on Wednesday يوم الأربع بيروح التمرين بتاعه، برضو بيدل على التكرار. هو تيد ده اسم ولد يبقى الإجابة تبقى جوز علشان مفرد. طيب نمبر 7 بيقول لك 7 بيقول براندون get up early، وبراندون ده يا جماعة اسم برضو شخص. بيقول لك يا ترى براندون ده ايه، مفرد ولا جمع؟ ده اكيد كده مفرد، ما ده مفرد حب حرف الاس، دي ما فيهاش اس، بس دي فيها اس ودي فيها اس ودي فيها اس. بص بقى، هبص على الفعل، هو جدا get up فعل مفرد سوري فعل في المصدر ولا في ing او تصريف ثالث؟ لا ده مصدر. هي does بيجي بعديها فعل فين؟ في المصدر. طب حد فاكر has بيجي بعديها ايه؟ بص بقى has او have او هاد التلاتة دول كان بيجي بعديهم فعل في التصريف التالت اللي هو الباست بارتيسيبل. طب إيز بيجي بعديها فيرب فين يا جماعة؟ لسه كنا قايلين من شوية في الاي ان جي. يبقى بالتالي مين الوحيدة اللي هتنفع كلمة ايه؟ داز. يبقى أنا لو فاهمة كل حاجة موجودة في الاختيارات هعرف إن أنا أحل، هو دي بقول لك. طيب نمبر 8 ماي براذر أخويا ايه هيز بايك اون فرايدايز، يوم الجمعة دايما متعود كده إنه ايه يركب البايك بتاعته. ماي براذر مفرد تحب الاس يبقى رايدز. طيب يا شباب نمبر 9 بيقول لي شي ايه listen to music، هي ايه للموسيقى. واحدة واحدة، هو أنا عندي شي ده ايه؟ مفرد. طب المفرد يا ميس أميرة هيجي مع حرف الايه؟ الاس. isn't ماشي فيها اس اهي، وكلمة does فيها اس دي مش هتنفع، وممكن hasn't، بس احنا قلنا hasn't بيجي بعديها تصريف كام؟ تالت. هو listen ده يعتبر verb فين؟ في المصدر ما فيهوش اضافات، يبقى مش هينفع hasn't، وisn't بعديها ing فمش هتنفع، مفيش اتبقى لي غير ايه؟ doesn't هي اللي بيجي بعديها ايه؟ مصدر. نمبر 10 I ate to the club yesterday، يعني ايه yesterday؟ شفت بقى، لقيت كلمة من كلمات الماضي، هو فوق وانا بقرأ الجمل كان في حاجة بتدل على الماضي؟ لا، فعشان كده ما اخترتش ماضي. هنا بقى عندي yesterday بتدل على الماضي، ما دام حاجة بتدل على الماضي يبقى انا اختار ايه؟ ماضي، فاقول I went to the club. 11 Lucy ate to get a new lamp last week، الاسبوع اللي فات اهو last week ماضي، ما دام ماضي يبقى لوسي ايه؟ wanted. 12 my aunt ايه a new phone last month، عندي last اهو يبقى برضو احط ايه ما دام last ماضي يبقى عايزة ماضي يبقى bought. حلو. نمبر 13 بقول لك you go to school yesterday، هي yesterday بتدل على ايه؟ بتدل على الماضي صح؟ ما دام ماضي يا ميس أميرة يبقى أنا أحط هنا إيه؟ do مضارع، does مضارع، وار مضارع، مفيش غير كلمة did. نمبر 14 when our cousins A we made a cake. بص هو هنا الكومة دي المفروض تبقى هنا بس غلطة، عايزة أقول لما هما وصلوا إحنا عملنا كيك. بص كده made دي تعتبر إيه؟ ماضي، ما دام ماضي يبقى أنا أحط هنا إيه؟ ماضي. مين اللي ماضي؟ يبقى كلمة إيه؟ arrived. 15 why you arrived late yesterday، ليه وصلت امبارح متأخر؟ أنا عندي كلمة yesterday ماضي يبقى أنا محتاجة أختار إيه؟ ماضي. مين الوحيدة اللي ماضي؟ did. 16 بقول لك did she a to play the guitar last week، أهو ده السؤال بقى. حد قال لي last week ماضي بقول started، وحد تاني قال لي did يجي بعديها مصدر فستارت فتشتتنا. لا احنا قلنا مين المسيطرة؟ مسيطرة مين؟ هي كلمة ايه؟ did، يبقى الإجابة تبقى did يجي بعديها ايه؟ مصدر تبقى start. 17 last night I ate at some photographs، يا حبيبي عندك last night ماضي يبقى الناحية التانية احطها ايه؟ ماضي، تبقى الإجابة looked. طيب 18 we ate happy yesterday، عايز اقول كنا فرحانين امبارح، كنا. بص كده yesterday ماضي. مين عندي المضارع؟ دي الوحيدة المضارع والباقي ماضي. ينفع اقول we did happy؟ عارف يعني ايه we did happy؟ يعني ايه did اصلا؟ did يعني فعل، هقول احنا فعلنا سعداء ولا احنا كنا سعداء؟ هو يعني ايه يكون؟ يعني ايه يكون؟ الام والايز والار يكون. طب كان was او were صح كده؟ طيب يبقى انا هقول وي ايه بقى؟ المفروض وي ما يجيش معاه was، يبقى يا وير يا ديد. قلنا ديد مش هتنفع عشان المعنى، دي معناها فعلنا، انا عايز اقول كنا. يعني ايه كنا بقى؟ اللي هي ايه؟ وير. طيب السؤال الصفحه اللي بعد كده بيقول لك ان my little sister اختي الصغيره didn't ايه؟ didn't يجي بعديها الفعل في المصدر فتبقى didn't ايه مصدر؟ تبقى didn't like. عارف السؤال يجي لك ازاي في الامتحان؟ هتتخدع خدعه دلوقتي اللي انا هقوله ده. لو انا قلت لك did you like play ولا playing tennis؟ ما هي دي المفروض قواعد حضرتك تكون عارفها، يعني انت طالع متأسس بيها عادي والله. انت عامة متأسس او مش متأسس طول ما احنا ماشيين، انا بقول لك على كل حاجة محتاج انت تكون متأسس فيها او عارفها طول ما احنا ماشيين. فلو طلعت كده معايا لغاية تالتة اعدادي
انا حرفيا الحمد لله بفضل الله بفضل الله طلابي عيالي اللي تبقى معايا من سن صغير طالعين اللي بعد كده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ممكن يبقى هو بيكره الكلمات، ممكن يبقى بيكره الكلمات، ولكن عمر ما تلاقي ابن من عيالي جرامر بالنسبه له صعب. ليه؟ اللهم بارك. واحنا شغالين بص بقى، دي قاعده كانت من زمان وانت صغير، بس عادي ما نقولها وانت كبير. يعني هنخسر ايه لما انا افيد لك بمعلومه؟ المعلومه دي بالعكس ممكن تفيدك لحاجات تانية جايه كتير قوي قدام، لان دي انت لو وقع منك اللي جاي كله مش هتعرفه. فبص بقى، ركز معايا والله بقول لك حاجات يا ابني والله الحمد لله. did you like ايه، بلاي ولا بلاينج تنس؟ واحده واحده. هي ناس دلوقتي برضو نفس دماغ الجميله دي هتعمل ايه؟ هتقول هي لايك. حد فاكر لايك بيجي بعديها فيرب فين؟ في الاي ان جي يا معلم، صح الله ينور عليك. فدلوقتي في ناس هتقول هقول اي ان جي عشان لايك، وناس تاني تقول ما هي دي بتحب المصدر فاختار بلاي. يا ترى مين صح، بلاي ولا بلاينج بقى؟ بص، كل واحده عندنا بتحكم على اللي بعدها. كل واحده بتحكم على ايه اللي بعدها. انا ميس اميره الكلام ده يعني ديد يجي جاب بعديها الفعل فين؟ في المصدر. هي لايك ده فيرب في المصدر صح؟ طب يعني ديد حاجه على اللي بعدها فجاب بعديها ايه؟ مصدر. طب لايك بقى تحكم على اللي بعدها، هي اللي بعدها بتحبه فين؟ في الاي ان جي. يبقى الاجابه تبقى بلينج. سؤال خطر في دماغي دلوقتي تحفه. يبقى اعرف ان كل حاجه موجوده عندك في الجمله او موجوده في السؤال بتسيطر على الايه اللي بعدها، وملهاش تاثير على اللي بعد كده، ملهاش دعوه. ما دام سيطرت على اللي بعدها شكرا على قد كده. طيب يبقى تعالى بقى نحل اول واحده. لوسي ايه wanted to get a new lamp today. في today يا حبيبي النهارده، يبقى ينفع اخليها ماضي؟ لا، يبقى بدل wanted اخليها want بس. طيب يا شباب تعالى كده نحل بقى نمبر 2 مع بعض. بيقول لك where ايه you live. والله مس عندي يو ما تحبش حرف الاس، يبقى بدل كلمه does هتبقى ايه؟ دو. دماغك وانت قاعد في الامتحان تقول لك يا عم طب ما تحطها ديد. يا عم اسالك سؤال، هو انت عندك كلمه من كلمات الماضي عشان احطها ديد؟ لا. في اي حاجه بتقول ان الاكشن ده انتهى، ان هو كان بيعيش زمان؟ لا، ما فيش اي حاجه. ما دام ما فيش حاجه بتدل على الماضي يبقى انت بتحطها مضارع عادي. نمبر 3 ايه you fine. انا بسالك هو انت بخير؟ قال لك yes I am. بص بقى بص، لما واحد يقول لي yes I do يبقى انا اكيد في السؤال هحط كلمه ايه؟ do. واقول مثلا do you، لا مفيش هنا، اقول do you واكمل. طب واحد بيقول لي مثلا yes she does، يا ميس اميره ما دام في كلمه does يبقى انا اكيد ايه؟ هسال بيها، اقول does وبعدين اعمل سؤال. نفس الفكره. بص بقى، لما تلاقي في الاجابه عندك ام اعرف ان في السؤال الام تتحول لار. اكتبها عندك واعملها قاعده ان اول ما المح ام I am تتشقلب في السؤال تبقى اسمها are you. تاني I am تتشقلب في السؤال يبقى اسمها are you. طب احنا ليه قلنا are مثلا ما قلناش do you find؟ ما هي do you جاي معاها you. ثانيه، ينفع اقول كلمة find دي فعل؟ دي مش فعل. انا ما دام ما عنديش فعل ما ينفعش احط do، عشان كده قلت are you fine. هو انت كويس؟ طيب فور سلمى ايه sleep not sleep late متأخر. بص ما دام لقيت نوت مرمية لازم نحط معاها مساعد، لأن النوت دي عاملة شبه البيبي صغير ما ينفعش نمسكها ونرميها في الجملة. طب هحط معاها مساعد ايه؟ بص كده، هو انت عندك كلمة من أي زمن؟ لا، ما دام ما عنديش كلمة من أي زمن يبقى أحط present simple. أحط present ايه؟ simple. فأقول سلمى ايه بقى؟ أقول سلمى doesn't sleep late مش بتنام متأخر. طيب عشان سلمى طبعا مفرد عشان كده قلت doesn't. 5 when ايه he get up. والله عندي he ومش هينفع احط do يبقى الإجابة تبقى does. طب 16 ولا دي 6 he didn't ايه didn't يجي بعديها مصدر تبقى use بس. 7 where ايه you born. بص دي سؤال بقى حلو جدا 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 بجد، أسئلة جميلة. بص يا حبيبي، كلمة born دي معناها اتولد. ينفع أقول لك مثلا فين where are you born، يعني أين أنت تتولد دلوقتي؟ أكيد مش بقول تتولد دلوقتي يعني، صح كده؟ طيب هقول له أين أنت اتولدت. خلاص أنت اتولدت قبل كده فين، صح ولا لأ؟ طيب بص كده واحدة واحدة. هو كلمة بورن أول ما تشوفها اللي معناها اتولد خلاص يجي معاها ووز أو وير، يجي قبلها ووز أو إيه؟ وير. يعني كلمة بورن بتدل على الماضي ماشي، يبقى أقول ووز أو وير وبعدين أحط كلمة بورن. يبقى هقول وير إيه بقى؟ أقول إيه؟ يبقى أنا هقول وير إيه ده؟ ينفع وير ما هي دي جايه يا جماعه اللي فيها اتش دي بمعنى ايه؟ اين. لكن دي اللي هي ايه؟ دي وير دي اللي هي ماضي كلمه ار. تمام كده يا جماعه اللي هي معناها كان. طيب بعد كده اي اي تي يسترداي ماضي يبقى بدل هاف هجيب ماضيها يبقى هاد. بعد كده بي ايه اور نيو تيتشر لاست ويك. لاست ويك بتدل على الماضي صح، يبقى بدل سي هجيب ماضيها تبقى سو. طيب هي انا مش شايفه كده، انا شكلي كده اضطر امسح كله. مش همسح كله ولا حاجه بس هنور لنفسي. بيقول لك I met the tourist. بص met هنا ماضي يبقى الناحية التانية أكيد ماضي، بس هو يقول لك 2 weeks lost. ينفع اسمها 2 weeks lost؟ هي اسمها last week last month. last بيجي بعدها الفترة، لكن لما يكون عندي فترة كده يجي إيه؟ يجي بعد الفترة كلمة ago اسمها 2 weeks ago. حلو يا جماعة السؤال ده حلو برضه بجد، أسئلة تحفة 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 الحمد لله. طيب بص كده معايا، عندك
دي الباراجراف اللي كانوا مقررين عليك في الوحده الاولى. على فكره انا اصلا منزلاهم على القناه، نازلين على القناه، دور كده على اساميهم، اسم كل باراجراف فيهم، ودور على القناه هتلاقيهم موجودين الحمد لله يعني. تمام، فاسمعهم وهتلاقيهم كمان مكتوبين بطريقه بسيطه وانا قايلهم معاك، في الموضوع هيبقى سهل. تمام. طيب ميس اميره الكلمات بتاعت يونت 1 هناخد بس الاول الجرامر بتاع يونت 1 ويونت 2 وبعد كده نرجع تاني للكلمات. تمام، عشان يبقى احنا كده وصلنا لاهم حاجه. بص كده، دي كلمات يونت 2 الفوكاب بتاعته. بعد كده بقى ايه، سايبه لك ورقه نوت عشان تكتب فيها اي نوتس ورايا. ها، طب يا جماعه ده كده الكلمات بتاعت يونت 2 وده بقى الجرامر بتاعها. فالجرامر اصلا كان سهل جدا. هنعمل ايه، نجيب بقى صفحه كده ونشرح الجرامر فيها. طب ليه جيب صفحه ليه، طب ما نجيب ورقه النوت اشرح لك فيها وخلاص. سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. يلا بينا نبتدي. بص بقى، انا كده كده بشرح الجرامر لسه، احنا لسه قدامنا حبه حلوين. ايوه، ما تبصش على وقت الفيديو، ما تبصش على وقت الفيديو، مش مشكله الوقت، المهم تطلع معايا لامم يونت 1 و2 كاملين. طيب على فكره يونت 2 اسهل بكتير. بص يا حبيبي، يونت 2 كانت بتتكلم على اف. عارف يعني ايه اف؟ اذا او لو. انا دلوقتي طالب مضايقني فقلت له ايه، حبيبي ما انت يا بابا لو بتذاكر كويس هتجيب درجات كويسه يا بابا، لو بتذاكر كويس صح كده. طب ده انا بقول ايه، بقول لك لو هتذاكر هيكون في نتيجه على المذاكره ان انت هتجيب درجات كويسه صح ولا لا. فدي كده احتماليه. if الحاله اللي احنا هناخدها دلوقتي هي الحاله الفيرست الاولى. ليه، هو انا عندي كام حاله، عندك حاله زيرو وعندك فيرست وعندك سكند وعندك ثيرد كمان، يعني هم 4 اصلا حالات. طيب احنا بقى دلوقتي هناخد انه حاله فيهم، هناخد حاله واحده اللي هي الحاله الايه، الفيرست، اللي هي الحاله الاولى. حلو. ميس اميره الحاله الاولى دي بتدل على ايه يا شباب؟ اهي بتدل على الاحتماليه. الحاجه دي ممكن تحصل وممكن لا، والله على حسب. لو انت ذاكرت هيبقى في نتيجه، هتذاكر هتنجح او هتجيب درجه. طب لو انت ما ذاكرتش مش هتجيب درجه. طب يا شباب احنا دلوقتي بقى هنتكلم على ايه، احنا دلوقتي هنتكلم على ايه في الحاله الاولى. طيب ايه الحاله الاولى دي كانت بميس اميره، هيجي بعديها ايه، هيجي بعديها زمن البريزنت سيمبل. هيجي بعد ايه في زمن البريزنت ايه يا جماعه، سيمبل. احنا لسه شارحينه بالتفصيل دلوقتي. طب الناحيه التانيه بقى هيجي ويل والمصدر. هيجي ويل والايه والمصدر. ايه ده، هو اصلا بيجي معاهم جملتين. ما انا بقول لك لو انت هتذاكر هتجيب درجه. يبقى انا عندي كام جمله، جملتين. ما دام عندي جملتين هحط بعد اف ديت يا ميس اميره البريزنت سيمبل اللي هو احط الفيرب اس ايه، نحط له اس يا اما ما نحطلوش. طب الجمله التانية هنحط ايه، ويل. تعال نتكلم شويه في موضوع ويل ده. هو ويل ده يا ميس اميره ليها اختصار صح، اختصارها ايه، ابوستروفي دبل ال. طب ليها نفي كلمه ويل لما اضيف لها نوت يبقى اسمها وونت. يبقى اسمها ايه يا جماعه، وونت. وونت دي هيجي بعديها فيرب فين، في المصدر من غير اضافات. يجي بعديها فيرب فين، في المصدر من غير اضافات. طيب طب كلمه اف بقى لو جه بعديها، جت في النص، هيجي بعديها برضو البريزنت ايه سيمبل، والناحيه التانية نحط ويل والايه والمصدر او وونت والمصدر. طيب بص كده هديك جمله وانت قولي بقى. لو قلت لك لو انت هتذاكر كويس او هتجتهد if you study hard، ايه اللي هيحصل لو هتذاكر بجد، هتجيب درجات عاليه صح. فاقول لك you will get، انت هتحصل على high marks درجات عاليه. بص كده if جه بعديها ايه مضارع، والناحيه التانية حطينا ويل والايه والمصدر. في طلبه كتير بتتلخبط ويقول انا هقول if you will study، يعني يجيله في الامتحان تختار if you study ولا will study، يروح يقول will study. لا، هقول لك انا معلومه بقى. if مخصمه مع will، مخصمه خصومه بقى وفاتحين على بعض بقى كده اسلحه، ووسط الموضوع كبير مننا جدا. كلمه if يا ميس اميره تكره كلمة ويل. تقول لها لو انت عايزة تبقي موجودة ما تبقيش موجودة ورايا. امال هتبقي موجودة فين، تبقي موجودة في الجملة البعيدة عني. فاقول يو ويل عادي بس في الجملة ايه البعيدة، لكن الجملة اللي بعد اف تحب كلمة ويل ولا تكرهها، تكرهها. نفس الكلام اف لو جت في النص يجي بعديها مضارع، لكن ينفع نحط ويل، قال لك لا ما بتحبش تشوفها، عايز تحطها قبليها ماشي مفيش مشكلة، لكن بعديها لا. المهم تبقى اف مش شايفاها، تبقى اف مش ايه مش شايفاها. في مشكله كده في قاعده اف ما فيهاش اي حاجه خالص، سهله. هيجي بعديها مضارع بسيط، الناحيه التانية ويل والمصدر. لو اف جت في النص هيجي بعديها مضارع بسيط والناحيه اللي قبلها ويل ايه ويل والمصدر او وونت والمصدر. طيب هنعمل احنا ايه بقى دلوقتي، هنبدا ان احنا نحل مع بعض على قاعده اف. نسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. اهو جرامر. بس في بنوته منشكحه قوي، معرفش منشكحه ليه كده، منشكحه ليه يا حبيبتي كده، شمتنا فيك ولا يبان عليها. يلا الحمد لله. بص يا حبيب قلبي،
بيقول لك if I eat Nancy tomorrow I will tell her about the trip. لو انا اللي هشوفها بكره ان شاء الله هقول لها على الرحله. الناحيه التانية جا will والايه والمصدر، يبقى قبليها هنحط مضارع ايه بسيط. هي الاي تحب الاس، لا فاقول if I see you. طيب نمبر 2 if we arrive late، لو احنا نوصل متاخر we eat the train. if جا بعديها مضارع، فالناحيه التانية نحط will والايه والمصدر، او want والمصدر. مين المتوفر؟ want catch. 3 if you a hard at school you will get good exam results. هتجيب درجات حلوة في الامتحان. الناحية التانية جت will، يبقى قبليها مضارع. you ما بتحبش إضافات، يبقى if you study. 4 هشام a to play the piano if he has music. لو هو عنده lesson next year، لو عنده حصة الموسيقى الأسبوع الجاي هو هيعزف أو هيتعلم يعزف على البيانو. if جا بعديها مضارع، قبليها هنحط will والإيه والمصدر، يبقى will learn. 5 if I go to shopping أو if I go shopping. ايه ده go جا بعديها ing. عايزك تكتب المعلومة دي عندك في الورقة بتاعت النوت يا حبيبي، إن كلمة go يذهب، أو كلمة like يحب، أو كلمة love، أو كلمة hate يكره، أو كلمة enjoy يستمتع، أو كلمة ايه تاني، كلمة spend يقضي. تمام. أو كلمة حتى mind بمعنى يمانع. اعرف إن الكلمات دي كلها mind يمانع. كل الكلمات دي بيجي بعديها verb في ال ing. يبقى سواء go like love hate enjoy spend mind كل ده بيجي بعديه verb فين يا جماعة؟ في ال ing. يبقى أنا هقول بقى إيه؟ كلمة go جا بعديها shopping. طب أسألك سؤال، لو هو بيقول لك shopping تمام هتقول له go، بس لو هو قال لك ذا shopping هتحط معاها إيه؟ بص بقى يا حبيبي، كلمة ذا شوبينج دي يا مس أميرة لو لقيناها في الامتحان اعرف إن هيجي قبلها كلمة دو، يبقى اسمها دو ذا شوبينج. يبقى تاني كلمة ذا شوبينج يجي قبلها إيه؟ يجي قبلها كلمة دو. طب لو شوبينج لوحدها يبقى جو. طيب هنا if جا بعديها مضارع الناحية التانية نحط إيه؟ نحط will والمصدر تبقى will boy. طيب بعد كده بيقول لك ايه؟ he will do well هيأدي ان شاء الله في الامتحان بشكل كويس. if he ايه؟ if هيجي بعديها مضارع. عندي هي بتحب الاس يبقى works. 7 if you come to London لو انت هتيجي لندن ايه؟ هو انت هتزورنا. if جا بعديها مضارع الناحية البعيدة على طول will والمصدر. if I have time لو انا عندي وقت بالليل I ايه؟ انا هاجي وهتفرج على او هتفرج على الفيلم. يبقى if جا بعديها مضارع الناحية التانية will والايه والمصدر. 9 if you ايه the ingredients المكونات لو انت اشتريت المكونات او هتشتريها I will cook the meal اهو الناحية التانية will. يبقى هنا تبقى ايه بقى if you ايه؟ تبقى if you buy لو انت هتشتري. number 10 if you ايه read the news you won't hear about the new job. بيقول لك if جا بعد هيجي بعد ايه؟ هنا في want اهو، يبقى هنا مضارع. هو احنا ننفي المضارع بايه؟ don't او ايه؟ doesn't. طب كلمة you يجي مع ايه؟ don't. يبقى if you don't. 11 if I go to London لو انا هروح لندن I a lot of English. والله مس أميرة لو انا هروح لندن انا هتكلم. if جا بعديها مضارع الناحية التانية حط will والايه والمصدر تبقى will speak. طيب بعد كده number 12 if the school team the soccer game we will have a party. احنا هنبقى عاملين هنعمل حفلة. هو الناحية التانية will يبقى قبليها احط ايه؟ مضارع. يبقى the school team ده مفرد يبقى wins. 13 I ate to school tomorrow if I feel better. if جا بعديها مضارع يبقى الناحية التانية will والمصدر welcome. 14 if you don't take your passport لو انت مش تاخد الباسبور بتاعك you able to get on the plane. لو انت ما خدتش الباسبور بتاعك هتقدر تطلع يا ترى على الطيارة ولا لا؟ اكيد لا. بص كده، اصل will be تنفع won't be تنفع، مين الصحيحة؟ لا اكيد هقول مش هقدر اطلع على الطيارة بقى won't be. تمام. اذا هي كلمة get on يعني ايه؟ حد يعرف؟ get on يعني يركب الطيارة. طب يعني ايه كلمة get up؟ يعني يستيقظ بيقوم. يا ريت يعني هي كلمة wake up بتساوي wake up. حبيبي الكلام ده كله بتكتبه عندك في ورقة أو كراسة النوت اللي معاك أو في حتى الورق بتاع النوت اللي هنا. طب في كلمة اسمها get to. يعني ايه get to؟ يعني يصل إلى. أيوه حرف جر بنغيره بكلمة تتغير طبعا أمال إيه؟ طيب 15 يبقى لما يبقى عندي حاجتين ينفعوا أترجم وأشوف على حسب الترجمة مين الصحيحة. بيقول لك we will get there faster هنروح هناك أسرع. if we a taxi if هيجي بعديها مضارع we ما تحبش إضافات يبقى take. if سارة comes لو سارة هتيجي we a table tennis. سارة جا بعديها اس يبقى الناحية التانية will والايه والمصدر يبقى will play. بص هنا will play تانية متكررة معلش لها دي بالغلط. 17 what will you do هتعمل ايه if a friend a you to his house لو صديق ليك هيدعوك للبيت بتاعه. هي if هيجي بعديه السؤال ده حلو بقى، السؤال ده حلو جدا. مش عارف عايزة اعمل عليه بالهايلايتر كده، مش عارف صراحة فين الهايلايت تقريبا ده هو ده. بص عليه مين اللي كلام الهايلايتر من كتر ما هو تحفة 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 تحفة. كل دي تحفة يا ميس أمير بص يا حبيبي
واحده واحده، سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. في طلبه كتير دلوقتي هتقول لي ميس اميره احنا عندنا بيجي بعديها مصدر، يبقى حط الناحيه التانية مصدر. لا، انا قلت لك من شويه ان كل واحده بتسيطر على ايه؟ على اللي بعدها. تاني، كل واحده بتسيطر على ايه يا حبيبي؟ على اللي بعدها. طيب هي ويل هتسيطر هنا، سيطرت على دو، جابتها مصدر، يبقى الناحيه التانية عادي بقى بريزنت سيمبل، يحط الفيرب اس يا ما احطش. لقيت ناس تاني بيقولوا ايه؟ طب ما دو بيجي بعديها مصدر، يبقى احط هنا مصدر. لا اصلا ثانيه، هي دو دي مش مساعد، دي جايه بمعنى يفعل. لو جايه بمعنى مساعد ماشي، يبقى يجي بعديها مصدر، بس هنا جايه بمعنى يفعل مش مساعد. المساعد مش بيترجم. يبقى هقول ايه بقى؟ what will you do if a friend مفرد، يبقى invites. 18 if you a sick the doctor will give you some medicine، هيديك شويه الادويه. والله if you a ميس if هيجي بعديها مضارع. طيب هي يو يجي معاها ار ولا is ولا ايه؟ اكيد ار طبعا. طيب 19 he will play football if he a if جاء قبليها will، فالناحية التانية أحط إيه؟ يا don't يا doesn't، على حسب بقى. عندي هي بقول إيه doesn't have. 20 if it a hot tomorrow we will go on a trip. if الناحية التانية جا will والمصدر صح، يبقى قبليها أحط إيه؟ أحط مضارع. يبقى if it إيه بقى؟ if it is. بس كده. طيب بعد كده سمي الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول لك if هاني ايه to Delhi next week he will visit his grandparents. هي if هيجي بعديها ايه؟ مضارع. هاني تحب الاس، يقول goes. الكلمة الأخيرة او بنحط لها اس. 2 our teacher happy if we do our homework، هتكون سعيدة صح؟ if جا بعديها ايه؟ جا بعديها مضارع، يبقى الناحية التانية will والايه؟ والمصدر، يبقى will be هتكون. طيب small robots in hospitals، يبقى انت اول ما بتلمح قاعدة if عارف بعديها مضارع والناحية التانية will والايه؟ والمصدر. السمول robots in hospitals ايه؟ our health and call for a doctor، وهيكلموا الدكتور if we have problems، لو احنا عندنا مشاكل. يبقى انت عندك if جا بعديها مضارع قبليها will والايه؟ والمصدر، يبقى will check. for if it a rain we want to go out، مش هنخرج. هي if هيجي بعديها مضارع صح، يبقى ايه تحب الاس، يبقى rains. نمبر 5 بيقول لك I will buy a new bike if I a، هي if هيجي بعديها مضارع، بدل had هجيب مصدرها يبقى if I have، عشان I بيجي بعديها من غير إضافات. طيب بعد كده مش عارفة تقريبا في بيقول لك if you a careful with a knife، لو انت هتكون حريص بالسكينة you won't hurt yourself، مش هتعور نفسك ولا تأذي نفسك. طيب if هيجي بعديها ايه؟ مضارع، هي يجي مع ايه؟ if you are. 7 if you take a taxi، لو هتاخد تاكسي وايه late، عايز اقول لك ما تتاخرش. if جا بعديها مضارع الناحيه الثانيه will والمصدر. طب هو عايز not، يبقى انا هنفي will بايه؟ بwon't، want بي. 8 he will do well، هيؤدي كويس في الامتحان في الاكزام بتاعته if he ايه worked hard. لا، ما هي if هيجي بعديها مضارع، يبقى هخليها work زي ما هي، وبعد كده هي بتحب الاس يقول ايه؟ works. 9 if she a better she will come to school tomorrow، لو هي تحس ان هي احسن هي هتيجي المدرسه بكره، يبقى هقول if she ايه بقى؟ والله مس اميره she، يبقى هقول بص if هيجي بعديها مضارع ينفع اقول فلت واحط اس؟ لا، فلت دي ماضي هرجعها لاصلها، اصلها اسمه ايه؟ فيل، وبعد فيل احط حرف الايه؟ اس تبقى فيلز. 10 what a if you have some free time، لو انت عندك وقت فاضي. if جا بعدها مضارع الناحية التانية على طول will والايه؟ مصدر، يبقى أنا هقول what، وبعد what أحط إيه؟ will، وبعد كده أحط you، وبعد you أحط الفعل في المصدر هو كلمة إيه؟ do. بس كده بس كده، أدي الجرامر الحمد لله قضينا عليه كله. طيب حد قال لي ميس أميرة فين بقى؟ إيه دوت؟ دي أهم الباراجراف اللي موجودة عندك. برضو أنا كنت على فكرة عاملة لكم بيها عاملة لكم باراجراف موجودة على القناة، برضو هحاول أسيب لك البلاي ليست كلها، انت تدخل بقى كده وتشوف الاسامي المكتوبه عندك وتدور عليها في الفيديو وتشوف انه واحد وتبدا ان انت ايه تركز عليه وتذاكره. انا مش بقول لك تحفظ الباراجراف، عمري ما قلت للطالب كده. انت بتعمل ايه؟ بتسمع معايا، تكتسب معلومات بالعربي الاول معايا، تعرف معلومات بالعربي عن الموضوع، وتبدا ان انت تكتب بطريقتك. حد قال لي ماشي ميس انا عرفت منك المعلومات بالعربي، ممكن اكتب بطريقتي انا؟ ماشي اكتب بطريقتك، انا ما بقولكش احفظ بتاعي، انا بقول لك حاول تفكر زي ما انا بفكر، انا بحاول اساعدك في كل باراجراف، اقول لك هتعمل ايه، تتصرف ازاي، الكلمات اللي صعبه اللي فين تبدا انت تذاكرها الاول قبل ما تكتب الباراجراف بنفسك. تمام كده؟ فهتلاقيني والله مساعدك بشكل كبير جدا. فان شاء الله خير، وان شاء الله الامتحان يبقى جاي لطيف. يعني دلوقتي بقى احنا هنعمل ايه؟ دلوقتي بقى احنا هنرجع الى اول يونت خالص. اول يونت فين بقى كده؟ اول يونت خالص كده، نرجع للكلمات، هنقرأ الكلمات اللي عندنا، وبعد ما هنقرأ الكلمات هنبدأ ان احنا نحل عليها. فعايزك تسمي الله معايا وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويلا بينا.
طب يا شباب يلا بينا بقى كده نشوف الكلام بتاعت يونت 1. طبعا تحس ان صوتي متغير حبة كتير، ولكن طبعا يعني ايه بسبب البرد. يعني ادعي لي ربنا بقى ايه يرد فيها الصحة تاني والصوت تاني. اول كلمة كده عندك كلمة فريندلي. ايه ده؟ هي مش فريند يعني صديق صح، وممكن تبقى فريندلي لما نحط ال واي يبقى معناها ودود. funny يعني مرح او مضحك. honest الاتش silence معناها امين. kind يعني عطوف او طيب. كلمة lazy كسول. thoughtful يعني مراعي بيراعي مشاعر الناس الاخرى. mystery يعني لغز او سر غامض. volunteer يتطوع او متطوع يعني verb او noun. body يعني زميل او رفيق، بتساوي كلمة تاني اسمها فيلو. كلمة فيلو يعني زميل أو رفيق. كواليتي يعني صفة. ايه ده؟ مش كان معناها جودة؟ طول عمرنا نقول عايزين الكواليتي بتاعت الصورة حلوة، صح، ممكن تبقى جودة وممكن تبقى صفة. student طالب. جو كامبينج هنا عقب على حاجة ان كلمة جو يجي من الكلمات اللي بيجي بعديها ing. اكتب عندك ان كلمة جو بيجي بعديها verb في ing. يعني يقول لك جو كلايم ولا كلايمينج؟ لا، اسمها كلايمينج اللي هو التزلج. تمام، التسلق. فاعرف بقى ان كلمة جو بيجي بعديها اي ان جي. اقول جو ووكينج مثلا، يذهب للمشي. احنا عارفين جو. وكمان كلمة لايك يحب، وكلمة لاف يحب، وكلمة هيت يكره، وكلمة enjoy يستمتع، وكلمة spend يقضي. كل الافعال دي وبريفير يفضل وافعال غيرها كتير قوي. بقى في افعال كتير قوي، كل ده بيجي بعديه فين verb فين يا جماعة؟ في الاي ان جي. يعني like go ولا going love going hate يكره going برضو. تمام. طيب انت بتكتب ورايا يا ريت يا ريت، انا سايبه لك مكان على فكره اللي هي النوت. عايز تعمل نوت على اي حاجه براحتك، تمام، فاستغل الفرصه. طب هنمشي كده بقى عشان ايه ننجز. boring يعني ممل. interesting يعني عكسها interesting شيق. careful حريص. لو عايزه اجيب الانترم بتاعها، ايه ده؟ في حاجه اسمها انترم؟ ايه يعني ايه انترم بقى؟ حد فاكر؟ بتكتب معايا يا حبيبي، بتكتب معايا. كلمه انترم دي اللي هي بتساوي كلمه اسمها الاوبوزيت. ايه الاوبوزيت ده؟ العكس، عكس الكلمه. طب كان في كلمه اسمها سينونيم. يعني ايه سينونيم؟ يعني المعنى. كاني بقول هاتلي same meaning نفس المعنى للكلمه. ايه ده؟ دول لازم نحفظهم. لازم تبقى عارف ان السينونيم المعنى والانترم العكس عشان يجوا في الامتحان. كيرفول يا ميس أميرة يعني حريص. قلنا عكسها لما تلاقي كلمة في الأغلب فيها مقطع فول عكسها بيبقى لس، يعني يبقى اسمها كيرلس. طيب كليفر يعني ماهر أو ذكي. بولايت يعني مؤدب. بولايت مؤدب. طب عايز أقول ولد مش مؤدب يبقى اسمها impolite، نحط لها مقطع إم. responsible مسؤول عن حاجة. cycling اللي بمعنى، بص أنا همسح شوية بقى كده عشان يبقى بس الرؤية واضحة. سايكلينج بمعنى ركوب الدراجة. ويلتشير اللي هو كرسي متحرك. جود فريند صديق كويس. انفايت يعني يدعو. ولكن يعني ايه انفنت يا جماعة؟ محدش يتلخبط ما بينهم بقى. انفنت بمعنى ايه؟ بيخترع حاجة. انفنت يخترع. باسكت بول براكتس اللي هو تدريب كرة السلة. درو بيكتشرز بيرسم صورة. رايد بايك يركب دراجة. رايت ان ايميل بيكتب بريد الكتروني. كريكت لعبة الكريكت. بولز عصا بتاعت التزلج. سكايز اللي هي الزلاجات. سكر مهمة جدا وجت في امتحان تقريبا كذا سنة. سكر يعني كرة القدم. كرة القدم بتساوي كلمة فوتبول. هتلاقي مخارج بجد الكلام طالعة في حتة تانية خالص، ولكن يعني عشان انت تستلم بس الحصة مش اكتر، عشان بجد مش عارفة اتكلم. طيب بص كده تعالى نكمل هنا بقى. بلاي بورد جيمز معناها بيلعب ألعاب لوحية. سيرف انترنت يعني بيتصفح النت. ساند سيرفينج بيتزلق على الرمال، بيتزلج. سكاينج يعني بيتزلج بس على الجليد يا حبيبي. كلمة بات ده المضرب بتاعت كرة الكريكت. فورست غابة. confidence ثقة. طب لو عايز أقول واثق من نفسه يعني إيه واثق؟ اسمها confident واثق. طيب participate يشارك بتساوي كلمة اسمها ايه؟ حد عارف؟ اسمها take part in. قلناها قبل كده والله كتير. take part in يعني بيشارك في حاجة، يشارك فيه. originate ينشأ. anticipate مهمة جدا 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 معناها يتوقع، وبتساوي كلمة تانية بقى. بص كده anticipate بتساوي كلمة اسمها expect يتوقع. مهم اكتبها عندك. opponents دول أخصام منافسين ليا. entertain يسلي. empathy تعاطف. horse racing معناها سباق الخيول. بعد كده عندك الناحية التانية بقى ايه الكلمات اللي مقلناهاش. عندك كلمة قلنا dedication بمعنى إخلاص أو تفاني. أنا كده مخلصة في عملي أو عاملة فناء لحياتي. أنا يعني أنا مخصصة جزء كبير جدا من حياتي للشغل ده، بقى اسمها dedication. invest يعني يستثمر.
conservation دي مهمة وجت قبل كده في الامتحانات. conservation بمعنى حفاظ أو حماية على البيئة مثلا، ولكن في كلمة اسمها conversation. يعني ايه conversation بقى؟ أقول لك أنا حابة أعمل مع conversation محادثة يعني، هنتكلم. ألفابت حروف الهجاء، باكجامون اللي هو لعبة الطاولة، تشيس الشطرنج، فالكونري. بصوا يا جماعة، الفالكونري هو تدريب الصقور اللي انت بتدرب الصقر، أما الفالكون لوحدها ده الصقر ذات نفسه، وبي بيكتشرز الصقر. طيب بعد كده عندك الجرامر. بص الجرامر اللي مكتوبة كده اللي احنا أصلا شرحناه مع بعض أصلا في الحصة، تمام، أول فيديو شرحنا الجرامر كله مع بعض. طيب دول اقرأهم بس عشان ممكن يجولك في شكل دايلوجت، وانت عارف ممكن تسأل تقول ايه والإجابة تبقى عاملة ازاي. شايف هيبقى لك صفحة نوت بحالة تعمل فيها اللي انت عايزه. سمي اللي بقى معايا وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقولك ايه؟ كان بيكلم بيل. ايه ده؟ حد دايلوج؟ هنحل دايلوج مع بعض وبعد كده ننتقل. بص هنحله كله تقريبا مع بعض، فعشان كده الفيديو هيطول مني حبة. Do you have any close friend؟ عندك أي صديق مقرب؟ راح قال له who is your best friend؟ يبقى هو عنده ولا لأ؟ أكيد عنده. طب احنا قلنا أول ما نبدأ بسؤال بمساعدة الإجابة yes أو إيه يا رجالة؟ yes أو no، ونعمل مقص بس ما yes I إيه؟ yes I do. أيوة بالفعل. راح قال لك مين هو الصديق المقرب ليك؟ والله مش عارفين، بس قال لي لأن توم هو واحد من أهم الناس اللي بتراعي شعور الآخرين صدفة. يبقى مين هو؟ يبقى قول هو بيكون توم. يعني هو يكون يكون هو، يكون is وي توم. طيب بيقول لك بيكوز، قلنا اول ما نلاقي بيكوز اسال بايه؟ بواي. ليه؟ هو ليه توم؟ اكيد هقول هو ليه توم هو البيست فريند، صح؟ يبقى اقول واي از هي ذا بيست فريند. هو ليه يعني هو الصديق المقرب ليك يعني يا عم، في ايه؟ طيب بعد كده سأل سؤال، قالك هو بيستمتع بان هو يساعد صحابه. يقول له هو بيستمتع بايه؟ يعني ايه ماذا يستمتع؟ او اقول لك هو كيف يستمتع مثلا. هقول هاو وبعدين هي enjoys فيها حرف ال s. بصوا يا جماعة، قلت ملحوظة ايه؟ لو عندي الفيرب في المصدر هحط مساعد في المصدر اللي هو do. طب لو لقيت الفيرب في حرف ال s يبقى احط مساعد في حرف ال s اللي هو does. طب لو لقيت الفيرب تصريف تاني يعني ماضي يبقى احط المساعد مين؟ did. طيب فيها اس اهو، يبقى اقول هاو ايه؟ هاو does، وبعدين احط الضمير هي انجوي. ولو انت بتعرفش تعمل اصلا الديالوج، ريت تخش على الفيديو بتاع ازاي تعمل حضرتك ديالوج اصلا لوحدك، وازاي تحفظ بقى ادوات الاستفهام وحاجات مهمه كده لازم تبقى عارفها. تشوفها الاول وبعدين تيجي تكمل معايا قراءة ده. يبقى ازاي هو بيستمتع؟ فقال لي هو بيستمتع بان هو يساعد الاخرين. تمام. طيب تعالى نكمل. بعد كده بيقول لك what time do you get up؟ هو ايه الوقت اللي انت بتستيقظ فيه؟ راح قال له اكيد بيقوم امتى. بعد كده راح قال له ده انا بتناول يوجرت الزبادي والفروت للبريكفاست. يبقى هو اكيد قال له اي وقت، فممكن اقول له ايه مثلا؟ I get up، انا بستيقظ مثلا الساعة 7 الصبح، اقول at 7 o'clock مثلا. بص يا رجاله، انا عارفه ان في حد دلوقتي هيقول لي ميس اميره اني ما اقراش القطعه لغايه الاخر واترجم، يعني اترجم واحل على طول. لا يا حبيبي، انت بتقراها طبعا لغايه الاخر، لكن انا قراها قبل كده فبنجز معاك الوقت، فاهم؟ طيب بيقول لك انا بتناول يوجرت، بيقول لك ماذا تتناول، فاقول لك يعني ايه ماذا تتناول؟ what do you have؟ أداة استفهام بعديها مساعد، كل مساعد عنده ضمير وبعد الضمير الفعل. انا ماشيه بالترتيب اللي محفظهولك. what do you have for breakfast؟ هتتناول ايه يا عم انت على الفطار بقى؟ بعد كده قالك انا بركب البايك بتاعتي عشان اوصل المدرسه، يبقى هنا علامه استفهام. هقول له هو ازاي بتروح المدرسه؟ يعني ايه ازاي بقى دي؟ هاو، وبعدين رايد مصدر فاقول دو، والاي تتحول الى يو، يبقى هاو دو يو ايه بقى؟ هاو دو يو جو تو سكول؟ كيف تذهب للمدرسه؟ اللي قلته ترجمته وسألت بيه. راح قالك what do you do when you get home؟ لما توصل البيت بتعمل ايه؟ ممكن اقول بساعد ماما بقى، قول I help my mom، بساعد مامتي. ممكن تقول ان انا I do my homework، بعمل الواجب بتاعي بتاع المدرسة مثلا. طيب تعالى نكمل. بيقول لك علي بيسأل can I ask you some questions؟ ممكن أسألك شوية أسئلة عن البروجكت بتاعك المشروع. فراح قال البروجكت ده عن ايه؟ يبقى معنى ذلك هو قال له ايه؟ اكيد طبعا اتفضل. فاقول له يس ايه بقى؟ نعمل يس كده ومقص. ممكن اقول يس of course، ايوه طبعا بالطبع تقدر تسألني، او يس sure، او يس مثلا you can، او ايوه انت تقدر. كل الأسئلة دي او كل الإجابات دي تنفع تتحط. راح قال لك انا ساعات go out with my friend. انا ساعات، بس انا الاول قال لك البروجكت بتاعي عن الفري تايم اكتيفيتيز. راح قال لك انا ساعات بخرج مع صحابي. انا ممكن اعمل ايه؟ اساله اقول له ايه؟ انت مش هو هنا بيتكلم على الوقت الفاضي؟ فممكن يساله يقول هو انت في الوقت الفاضي بتاعك بتعمل ايه؟ فيعني ايه ماذا تفعل في وقتك الفاضي؟ يعني ايه ماذا؟ وات. طب والمساعد اللي تحت هنا دو مصدر او جو مصدر، فانا احط دو.
فاقول له what do you do، يعني ايه what do you do؟ يعني ماذا تفعل في وقتك الفاضي. بقول in your free time، في وقت الفراغ بتاعك بتعمل انت ايه. بعد كده قال where do you go with your friends، بتروح فين مع صحابك. فراح قال لك انا بمارس الفوتبول، تفتكر هنروحوا فين؟ بص كده تعالى نكمل نشوف. قال لك بنروح فين؟ الكلاب. يبقى هنا هيقول بقى ايه؟ انا بروح، يعني إيه بقى بروح؟ I go، ومكتوب بقى to. لا ما قلناش الكلاب صح، بقول I go to the club، يعني انا بروح النادي. كلمة to هنا معناها عشان نمارس الفوتبول. فانا بيقول لك احنا بنروح الكلاب 3 مرات في الشهر. فاقول له كم مرة بتروح؟ يعني إيه كم مرة؟ بقى اسمها how often. كل أداة استفهام هيجي بعديها فعل مساعد صح. فاقول ايه هاو اوفن ايه دو يو. ايه ده؟ ليه هي الوي تتحول ليو؟ اه يا حبيبي، وي معناها احنا، فانا لما اساله هو انتم، كلمة انتم دي اللي هي يو. هاو اوفن دو يو بقى جو تو كلوب، يعني كام مرة انتوا بتروحوا النادي. تمام كده. طيب تعالى نكمل. هنا بيقول لك بس ايه، بص هما دول ليهم علاقة ببعض، فهنعمل كده الشاشة عشان ايه نشوف. بيقول لك who is your best friend، هو مين هو الصديق البيست المفضل ليك. فانا مش عارفه، راح قال لك هو كام عمر اوليفر، يبقى هو مين؟ اوليفر. اوليفر اسمه، فاقول له هو يكون اوليفر. يعني ايه هو؟ هي يكون is اوليفر، يبقى اوليفر. يبقى انت شفت انا عملت ايه اللي قلته، بدات ان انا اترجمه واحده واحده واكتبه. فبيقول لك ان هو عنده كام سنه بقى. هضطر امسح عشان ايه؟ عشان انزل تحت. لا اله الا الله. بيقول لك هو عنده كام سنة. تعال نشوف كده. قال لك هو he is quite هادي وأحيانا بيكون funny. يعني هو كده بيسألك أكيد عن الصفة، أنت كده بتسأل عن صفاته. هقول لك سؤال عن صفة بنسأل إزاي دلوقتي. وقال لك الهواية بتاعته كامبينج. طب ما قالش كام سنة، فأقول أي سن. ممكن تقول إن هو قدك مثلا، تقول إن هو عنده 13 سنة. بقول هو يكون he is 13 years old. اوعى تقول ما مثلا I am 13، لا أنا بتكلم عليه هو، يبقى هو 13 سنة. طيب هو عايزة أقول بقى ما صفاته. يعني إيه ما صفاته؟ نحفظ بقى السؤال ده. لما أسأل حد عن الصفات أقول له what are his qualities. يعني إيه كلمة what are his qualities؟ يعني ما الصفات بتاعته، صفاته عاملة إيه. يبقى نحفظ السؤال ده عشان ده مهم لما عايز أسأل حد عن صفة. ممكن يجيلي في الامتحان جدا. على فكرة الأسئلة دي كانت جاية في منها في الامتحان بتاع السنة اللي فاتت. هو ده مش منهج جديد، لا يا جماعة، ده كان منهج السنة اللي فاتت عادي. فكان في أسئلة جاية من هنا كتير عشان تبقى فاهم بس. طيب هنا بيقول لك ان هو بقى ايه الهوبي بتاعته. فاقول له ايه هوايته. يعني ايه ما هوايته؟ يعني ايه ما اسمها كنا دايما عارفين اسمها what's your favorite hobby. بس انا مش عايز اقول هوايتك انت، عايز اقول هوايته هو. يبقى اقول what's ايه بقى؟ what's his favorite hobby. ايه هي الهواية المفضلة بتاعته هو. تمام كده يا جماعة، بس كده مفيهاش حاجة. تعالى نكمل اللي بعد كده. اول حاجه، في ناس ما بتعرفش تحل السؤال ده مع انه سهل. انت تحله ازاي يا حبيبي؟ هتبدا ان انت تترجم الكلمات اللي موجوده عندك في البوكس ده، وبعدين تترجم ده، وتلاقي نفسك الاجابه تظهر والله واحده واحده. يعني ايه هيلب؟ يساعد. ليزي كسول. فوني يعني مضحك او مرح. سكول ورك عمل مدرسه او شغل مدرسه. ميكس اللي هي بمعنى يجعل او يصنع. طب هارفي is a very a we always laugh، دايما بنضحك لما نبقى معاه. يبقى هو اكيد ده ايه؟ فاني، مضحك. يبقى انا لما ترجمت ده انت اعمل كده. هارفي بيكون بيساعد، احنا بنضحك بيقول، ولا بيكون ليزي كسول، ولا بيكون شغل المدرسة، ولا بيكون يصنع. ما فيش ولا واحدة تنفع غير ان هو بيكون مرح. طيب وكمان بيقول لك and he is kind to everyone، طيب لكل واحد. وساعات he is a bit ايه؟ a bit يعني قليلا. بيفضل ان هو فن، يستمتع عن ان هو يعمل ايه. ما ده بيفضل ان هو يستمتع راحته اكتر عن ان هو يعمل ايه. يبقى هو كده شخص ليزي كسول. طبعا ان هو يعمل ايه بقى؟ اكيد السكول ورك اللي هو العمل المدرسي بتاعه. ولكن هو كان عارف ان هو he needs to work as well as play. بس هو عارف ان هو زي ما بيلعب زي ما ايه، ما هيشتغل يعني على نفسه. I like him، انا بحبه لان هو friendly ودود and always، ودايما ايه he is friend when they need. احنا خدنا دي ودي ودي. هقول بقى makes his friend بيجعل صحابه لما بيحتاجوه، ولا بيساعد صحابه؟ بيساعد. يبقى انا بدات ان انا اترجم الكلمات اللي فوق، اترجم الجمله اللي عندي. كل جمله عندي بترجمها، ببدا استخدم الكلمات دي احطها كده بالعربي. شوفها بالعربي هتمشي ولا مش هتمشي. ما مشيتش يبقى انا مش هينفع احط. طيب يا رجاله تعالى بقى كده نشوف تاني واحده. برضو هنترجم بورد بمعنى. بورد بقى، بص في بقى حاجه عايزه اقولها. بورد بمعنى يشعر بالملل. في فرق. انت عندك الادجكتيف الصفه يا جماعه ممكن تنقسم لحاجتين. ممكن تنقسم ان الصفه دي ممكن يبقى فيها ing، والصفه دي ممكن يبقى فيها ed. طب ايه الفرق بينهم؟ بص يا حبيبي، لما انا اقول لك ده انت اميزنج يا عم، اميزنج يعني انت اللي بتسبب الدهشه. يعني لما احط الصفه اي ان جي يبقى اللي قدامي هو اللي بيسببها. ولكن لو حطيت لي الصفه اي دي، يعني بقول لك you are amazed. يعني ايه you are amazed؟ يعني انت بتشعر بالدهشه. يبقى amazed يعني بيشعر. لما احط الصفه اي دي يبقى
يشعر، لكن لما احط له ing يبقى تسبب. يعني مثلا اقول لك الولد ده بورنج قوي بصراحه، او الفيلم ده بورنج يعني ممل، هو اللي بيسبب الملل، يسبب. ولكن يا ميس اميره لما انا قلت انا لما اتفرجت على الفيلم حسيت ان انا بورد، يعني دي معناه ايه بقى؟ يشعر بالملل، عشان بس تبقى عارف الفرق ما بين الصفه اللي فيها ing والاي دي. تمام، قيس كده بقى اي صفه هتحط لها ing واي دي نفس الفرق بينهم. طيب apartment شقة، birthday عيد ميلاد، funny يعني مضحك، surprised يعني متفاجئ برضو. surprised متفاجئ يعني بيشعر بالمفاجأة، ولكن surprising لا هو اللي بيسبب المفاجأة أو يسبب الاندهاش. تمام، تبقى عارف الفرق بينهم ايه. طيب ايه تكونوا كتبتهم بقى ورايا. last night الليلة اللي فاتت أنا بصيت على بعض الفوتوغرافز الصور I took last weekend اللي أنا أخدتها الأجازة اللي فاتت. they are so ايه هم كانوا ايه بقى؟ تفتكر يا ترى كانوا ايه؟ كانوا بيشعروا بالملل؟ اكيد مش يشعروا بالملل. يا ترى كانوا بيشعروا بالاندهاش؟ اكيد برضو مش يشعروا بالاندهاش. طب يا ترى هم ابارتمنت شقه ولا بيرث داي عيد ميلاد، ولا هم كان الصور كانت مضحكه؟ مفيش غيرها هي اللي مضحكه، هي اللي تنفع. الباقي كله مش هينفع اقول اصلك يشعر، هو الصور تشعر اللي يشعر من الكائن الحي بس. طب قال لك ان احنا رحنا عشان نشوف بقى الجراند بيرنتس وير فيستنج، كنا بنزوره لان هو كان جراند بقى ايه بقى يا ترى؟ شقه الجد. وقال لك هو ما كانش عارف ان احنا جايين، هي يا ترى احنا رحنا عشان شقة الجد ولا عشان عيد ميلاده؟ وعيد ميلاده يبقى دي نمبر 2. طيب بقول لك ان هو ما كانش عارف ان احنا جايين when we arrived لما وصلنا الجراند باوس. وايه كان ايه بقى ان هو شافنا؟ اكيد كان مندهش واضح جدا، يعني هو كان surprised. طيب my grandparents بقى بيعيشوا قريب من البحر وانا حب I love their ايه، وانا بحب بقى ايه يا ترى؟ بورد ولا apartment؟ اكيد الشقة بتاعته. يبقى انا لما ترجمت لقيت الموضوع بقى سهل وظهر كل حاجة قدامي. نكمل بعد كده. بقول لك كلمة feelings بمعنى مشاعر، always يعني دايما، problems مشاكل، friend صديق، enemy يعني عدو. بيقول لك ان my friend عمر بيآمن او بيصدق ان a good A is someone who listen، شخص ما بيسمع to you بيسمعك و understand وكمان بيفهمك. يبقى لما يكون a good A اكيد friend صديق كويس هو اللي بيسمعك هو اللي بيفهمك. بيفهم your ايه بقى؟ اكيد بيفهم your feelings مشاعر. ماشي، على فكرة ممكن يفهم مشاعري بس مش هيفهم مشاعري، هو يفهم المشاكل بتاعتي. هي ممكن على فكرة فيلينج تمشي وبروبلم تمشي. طب ميس أميرة أنا دلوقتي شايفة إن في اتنين يمشوا، تعمل إيه؟ هنفضل مكملين ونسيبها ما نكتبش فيها حاجة وبعدين نرجع لها ونشوف. he is هو بيكون إيه يا ترى؟ there to listen إن هو بيبقى إيه؟ إن هو يستمع. when you need to talk يبقى هو أكيد he is always هو دايما there to listen، هو دايما بيبقى موجود هناك عشان يسمعنا. تمام. طيب when we need you need to talk about you لما تحب تتكلم عن ايه بقى؟ لما تحب تتكلم على اكيد مش هقول تتكلم عن your feeling ولا مشاكلك. يبقى number 4 هي اللي هتبقى problems، يبقى number 2 هي اللي هتبقى ايه؟ feelings. يبقى انت كده فهمت احنا عملنا ايه. في اتنين مش ينفعوا، فضلنا ماشيين مع بعض لغاية ما شفنا مين هي اللي هنستخدمها بعد كده، يبقى التانية هي اللي هنحطها. دي طريقة التفكير في السؤال ده، لان في ناس كتير ما بتعرفش تعمله. طيب اخر سؤال بقى هنا بيقول لك بيبيز يا جماعة اللي هم الأطفال، البيبيهات. originated يعني منشأها أو أصلها أو ظهرت. adults يعني كبار السن. backgammon اللي هو الطاولة، جيمز ألعاب. طب الأطفال والتينيجرز and إيه بيلعبوا بورد جيمز يا ترى؟ مين بقى كمان اللي هيلعب بورد جيمز؟ أكيد الأدلتس كبار السن. إيه around the world all enjoy، عايز أقول كل الناس بقى اللي حوالين العالم بيستمتعوا بيها. يبقى هقول بقى إيه؟ A around the world all enjoy thousands of years old and has been played in many cultures throughout history. وبيلعبوها خلال ال ال على مر العصور كلها. يبقى أكيد الباكجامون اللي هي لعبة الطاولة، هي دي. طيب بعد كده قال لك it is believed يعني احنا بنآمن to have ان احنا يبقى عندنا ايه in ميسوبوتاميا. ميسوبوتاميا يا جماعة اللي هي بلاد ما بين النهرين making it one of the oldest known board. ايه هي يا جماعة؟ الأول هم بيأمنوا إن هي عندها إيه، يعني عايز أقول المنشأ بتاعها أصلها كان في ميسوبوتاميا، يبقى originated منشأها. طيب بيقولك إن هي معروفة إن هي أقدم إيه؟ أقدم بورد إيه جيمز. إيه البورد جيمز دي؟ اللعبة اللوحية اللي بتبقى موجودة على لوحة. تمام كده. طيب أنا ترجمت فهمت وعرفت أحل. معذرة جدا على صوتي بس الواحد متدمر حرفيا متدمر، يعني مراجعات بقى وتعب وبرد وكله مرة واحدة بيظهر. يلا الحمد لله على كل حال. بص يا حبيبي بقول لك Fred is a anything to say to us he always هو دايما tells you بيقول لك what he really think، بيقول لك في الحاجة اللي هو بيفكر فيها. يبقى أكيد الولد ده ايه؟ honest صادق، مش ممل
ومش بيسبب الملل ولا شيق ولا أكيد قبيح. طب نانسي is ايه؟ she doesn't have any hobbies، ما عندهاش أي هواية، و she never has anything to say to us، مش بتقول لنا أي حاجة، يبقى البت دي أكيد ايه؟ مملة، مش شيقة ولا exciting مثيرة ولا صادقة، أكيد boring. 3 سارة is ايه؟ she always دايما بتقول بليز و thank you، يبقى البنوتة دي أكيد ايه؟ polite، محترمة، ربنا يحفظها، أكيد مش impolite، مش مؤدب ولا ممل ولا كسول. طيب غادة is ايه؟ she tries، هي بتحاول في many things، حاجات كتير. she always has something new to tell us، دايما عندها حاجات جديدة تقولها لنا، يبقى غادة بتكون ايه كده؟ يبقى كده بتكون interesting، بتكون بنوتة شيقة. طيب أليكس is ايه؟ هو دايما stop and think، وبيفكر قبل ما يعمل أي حاجة dangerous، يبقى هو ايه؟ careful، يعني شخص حريص. أمال ايه careless؟ يعني مهمل. lazy كسول. boring قلنا ممل. طيب تايلر is ايه؟ he always دايما بيساعد صحابه، يبقى هو تايلر بيكون ايه بقى؟ بيساعدهم، يبقى هو كده شخص kind طيب. دي معناها مش طيب، ودي غير سعيد، ودي سعيد. هارفي is very ايه؟ دايما بيضحك، لما احنا بنبقى معاه بقى بيضحكنا، هو دايما بيضحك، يبقى ده الولد ده ايه؟ funny، مرح، مش friendly ودود ولا clever شاطر. he is very a person so I always believe what he says، دايما بصدق اللي هو بيقوله، يبقى الولد ده honest صادق. he is a bit يعني هو قليلا ايه؟ prefer to have fun، بيحب يستمتع اكتر ان هو يعمل الواجب بتاعه، يبقى الولد ده lazy كسول. الله ينور. طيب بعد كده بقول لك he is very فين؟ انا في حاجة ضيعتها تقريبا، استنى كده. امم he is very ايه؟ he know، هو عارف about so many things، هو يعرف حاجات كتير قوي، يبقى معنى ذلك ان الولد ده clever. يعني ايه clever بقى؟ يعني شاطر. طب سارة بتستمتع ايه؟ بص خدت بالك ان كلمة enjoy بيجي بعديها verb فين؟ في الاي ان جي، كلهم اي ان جي. يا ترى سارة بتستمتع بايه بقى؟ انا عايز اقول بتكون صداقات، يبقى اسمها making new friends. طيب 12 سارة can't walk، ما تقدرش ان هي تمشي، هي بتستخدم ايه؟ wheel chair. يعني ايه wheel chair؟ اللي هو الكرسي المتحرك. طيب 13 الاكسيدنت، الحادثة doesn't stop her from، موقفتهاش ان هي تعمل ايه؟ خلي بالك، عايزك تكتب معايا حاجة بقى، ان انت عندك شوية حروف جر شبه كلمة from، او كلمة of، او كلمة about، او كلمة in، او at، او كلمة with، او كلمة without. اللي يعني ايه without؟ يعني بدون. كل حروف الجر دي كان بيجي بعديها فيرب فينا رجاله، في الاي ان جي او نون بعدها. يعني قول from مثلا from doing، of doing، about going مثلا، مهم كل ده بيجي بعديه اي ان جي او نون. يعني اقول لك I am good at، good at يعني انا كويس فيه، يا ترى بلاي ولا بلينج؟ اكيد بلينج. يبقى الكلام اللي بقوله لك ده مهم، انت قاعد بورقه وقلم وبتكتب ورايا كل حاجه، اديني بقول لك اهو. طب حد فاكر تو كان بيجي بعديها فعل فين؟ تو، لا تو يا ميس اميره كان بيجي بعديها فعل في المصدر من غير اي اضافات. تمام. طيب تعالى نكمل. يبقى انا هقول ايه بقى كده؟ تعالى نشوف اللي بعد كده. هي بتستخدم، لا فين هنا الاكسنت نمبر 13، الاكسنت doesn't stop here from ان هي ايه؟ fun، ان هي اكيد تستمتع. اسمها ايه fun بقى؟ اسمها have fun. ايه ده؟ يا ريتني ما استخدمته، اعمل كده ليه؟ لا نجيب اللي كنت بستخدمه ثانيه. ايوه having fun. لاست ويك الاسبوع اللي فات ساره بدات ان هي ايه؟ الجيتار، اكيد تعزف، كلمه تعزف بلاي جيتار، على فكره الحاجات دي بتيجي في الامتحان. طيب مين اللي بيساعد الطلبه ان هم find out؟ يعني find out، find يعني يجد، ولكن find out يكتشف. طب يجي لك في الامتحان كلمه اسمها يوجد، يعني ايه يوجد؟ زير ايه؟ تكتبها انت في الباراجراف، عايز تقول يوجد حاجات كتير عليا يعملها، كلمه يوجد يا اما زير از يا اما زير اور. طب لو يوجد مثلا، عايز اقول يوجد اقلام كتير، فاقول زير ار بنسلز مثلا. طب لو مفرد فاقول زير از بنسل، تبقى عارف الفرق. طيب بيقول لك ان هم بيساعدوا الطلبه ان هم يكتشفوا عن المدرسه الجديده، يبقى اكيد مين؟ اكيد مش الجسم، بادي الجسم، فيت طبيب بيطري، ليبريريان اللي هو معناها الشخص بتاع المكتبه، اكيد بتاع المكتبه مش هيمسكك من ايدك ويقول لك تعالى يا حبيبي افرجك على المدرسه. مين البادي؟ مين البادي ده؟ اللي هو زميلك يعني. طب to our school، يا ترى هقول ايه؟ welcome to our school، مرحبا بيكم في مدرستنا. امال يعني ايه ادفايس دي؟ يعني ينصح حد. طب حد عارف يعني ايه كلمه ادفايس دي؟ دي بمعنى نصيحه، يعني دي النون الاسم ولكن دي الفيرب الفعل. وشو يعني عرض، مش هتنفع، وميك يصنع. طيب يا ريت بتكتب ورايا. نمبر 3 بيقول لك ماي انكل فلات، الشقه بتاعت عمي في عايزه اقول في الدور ال 15. اسمها ايه الدور بقى والطابق؟ اسمه فلور. امال يعني ايه دي؟ دي فلاور، وفلاور دي معناها دقيق. ايه ده؟ مش فلاور دي كانت بتتكتب كده؟ ماشي يا حبيبي صح. فلاور دي بقى معناها ورده، دي ورده، لكن دي دقيق، الاتنين بنفس النطق اهي، دي ورده. فلات يعني شقه. طب وات ايه؟ يعني فلات بتساوي كلمه ابارتمنت. what ايه do you do؟ عايزه ايه؟ هي كلمه do اصلا بتيجي مع ايه؟ عايز اقول what activities، لان هي اسمها do activities، يعني ايه الانشطه اللي حضرتك بتعملها. طيب جيمز ما يجيش معاها do، ها يجي معاها play games مثلا. نمبر 5 what do you have ايه؟ عايز اقول للفطار اسمها for breakfast.
6 she usually has a for breakfast. أكيد هتاكل ايه. has هنا جايب معنى تتناول، أكيد يوجورت زبادي، مش هتتناول صحابها ولا الكتب ولا حتى الملح. I a up early on school day. عايز اقول بقوم الصبح بدري. اسمها ميس أميرة، اسمها يستيقظ، اسمها على فكرة wake up، و wake up مش مكتوبة عادي، بتساوي كلمة تاني اسمها get up. يبقى اكتب عندك ان كلمة get up يعني يستيقظ. طب في كلمة اسمها get on. يعني ايه get on؟ يركب. اقول لك مثلا he gets on the bus، يعني بيركب الاتوبيس. طب في كلمة كمان اسمها get to. يعني ايه get to؟ يعني يصل الى مكان. اكتب بقى الحاجات دي كلها. عيلة get بتيجي معاها كذا حاجة، وكل واحدة ليها معنى مختلف عن التاني. هم علينا عليك، وانت مش هتلاقيه. I usually ايه my friend after dinner. بعمل ايه بقى مع صديقي؟ اكيد تكست، ببعت له رسالة نصية. طب how do you get a school؟ اهو عايز اقول بقى ازاي ايه، ازاي تركب المدرسة، تصحى المدرسة، ولا توصل للمدرسة. توصل يبقى اسمها get to. عشان كده قلت لك هنقابلهم. نمبر 10 بقول لك they play. ليه كده يا تمني؟ رحت فين اهو. زي بلاي هم بيلعبوا سبورتس اند ايه بقى. عايز اقول حاجه تيجي مع بلاي، اكيد جيمز، قلت لك من شويه اسمها بلاي جيمز، لكن اكتيفيتي تيجي معاها دو، فدي لا. 11 our school has 6 lessons every day. بقول لك ان المدرسه بتاعتنا لديها 6 حصص كل يوم، يبقى اكيد تايم تيبل، جدول مواعيد. الكانتين ده اللي في المدرسه اللي بتجيب منه تاكل وتشرب. جراوند الارض. بارك الحديقه. I usually ايه my friend to spend time with me. اكيد عشان يجوا يقضوا معايا وقت، يبقى انا هعمل لهم ايه؟ invite. يعني invite يعني هدعوهم، هيدعوا. امال يعني invent؟ يخترع. اكيد مش هخترع صحابي. ولا explore هستكشف، ودiscover معناها يكتشف. 13 my parents always ايه بيعملوا ايه our guest. اكيد بيرحبوا بيهم، يبقى اسمها welcome our guest. 14 how can we ايه people feel welcome. عايز اقول ازاي بنخلي الناس يشعروا ان هم مرحب بهم. يعني بقول how can we make the people، نجعل الناس تشعر ان هم ايه بالترحيب. what a good friend. عايزه اقول what makes a good friend. يعني ايه makes a good friend؟ اللي يخلي صديقي اقول عليه صديق جيد. كلمه اسمها make good friend يعني يجعل الصديق كويس. 16 you can use your A to communicate with your friend. تقدر تستخدم ايه عشان تكلم صحابك؟ اكيد السيلفون، اكيد فريج دي التلاجة. اكيد مش هستخدم التلاجة يا جماعة عشان اكلمهم، ولا الباج ولا التي في. طب he is about 16 years old. هو عنده 16 سنة، يبقى هو كده طفل child؟ لا. هو كده كده برضه يعني طفل بيبي؟ لا برضه. هو كده teenager يعني ايه؟ يعني شخص مراهق. طيب بعد كده 18 بيقول لك a kind friend. الصديق الطيب دايما بيساعدك with ايه؟ بيساعدك اكيد في مشاكلك problem. اكيد مش في الاكزامبل مثال، ولا quality معناها صفة، ولا present هدية. طيب a good friend صديقي الجيد بيفهم ايه؟ اكيد بيفهم مشاعرك، يبقى feelings. طب we must احنا لازم each other through tough time. خلال الاوقات الصعبة نعمل ايه بقى؟ نتجاهل بعض ignore. نتجاهل لا. stand يعني نقف لا. support ندعم بعض support each other. طب الصحاب الكويسة are there when you need. لما انت بتبقى محتاج advice نصيحة، يبقى when you need ايه؟ اكيد honest advice، يعني محتاج نصيحة صادقة، حد يدالك من قلبه بجد. do you know هو انت عارف which ايه بقى are important لأي صديق كويس؟ اكيد الصفات. انا واحدة بمعنى الصفات quantities ولا qualities؟ qualities يعني صفات. امال يعني ايه quantities؟ يعني كميات. كمية من حاجة. تمام. طيب وبعرف الفرق. بينا بقى كده نكمل. 23 بيقول لك good friend is important. يبقى ايه having good friend؟ ان انت يبقى عندك اصدقاء، دي حاجة مهمة. we can find a lot of information. نقدر ان احنا نلاقي كتير من المعلومات. يا جماعة هي information دي تعد ولا لا تعد؟ information من الكلمات التي لا تعد. يعني هي اي كلمة لا تعد بنعملها معاملة مفرد ولا جمع؟ يا جماعة بنعملها معاملة مفرد. يعني يجي معاها is ولا are؟ يجي معاها is. خلي بالك يجي معاها has ولا have يبقى نعرف ان كلمة information من الكلمات التي لا تعد. يعني ما ينفعش احط لها حرف الاس. يعني ما ينفعش اقول informations، لا غلط كده، غلط. طيب بيقولك ان احنا نقدر نلاقيه بقى كتير من المعلومات على ايه؟ اكيد الانترنت، مش الشارع ولا السل الخلية ولا سبورت يدعم. طيب it's difficult، حاجة صعبة to tell a friend ان انت تقول لصديقك to ايه بقى؟ ان هو drink يشرب؟ لا طبعا. sleep ينام. eat ياكل. change يتغير. طيب ايه هي الاكتيفيتيز الانشطة اللي do you ايه؟ هي ايه اللي يجي مع كلمة activity؟ اسمها ايه؟ do activity صح؟ يبقى اسمها ايه بقى؟ do اللي انت بتعملها في الفري تايم وقت الفراغ. I always انا دايما ايه camping. لقينا verb في ال ing. عايز اقول بيروح ليه ان هو يعمل تخييم او يعسكر مع صحابه، اسمها go camping. اكيد مش ميك يصنع ولا يلعب ولا هقول يفعل. I ايه the internet every night. بعمل ايه بقى؟ بتفحص الانترنت، يبقى اسمها serve. can you ايه picture؟ هعمل ايه فيها؟ اكيد draw، هرسمها. my brother اخويا دايما ايه his bike to school. بيعمل ايه بقى؟
هقول هي اسمها ايه البايك؟ رايد البايك، صح، يبقى رايد هيز بايك، بيركب العجلة بتاعته للمدرسة. طيب طب ميس أميرة ما اقولش درايف، قول درايف ذا كار مثلا، لكن مع البايك اقول رايد. on the weekend يجيلك في الامتحان يقول لك weekend دي مع حرف الجر on. I a email to my friend، عايز اقول ان انا اكيد هبعت ايميل او هكتب له، مش هيبقى بلاي يلعب ولا يرسم ولا يذاكر، اكيد writing. 32 هي سبورت، رياضة البيبول الناس بيستخدموا فيها البيج بيرد علشان يصطادوا السمول انيمال، يبقى دي اكيد الفالكونري اللي هي ايه بتاعت ان هم يتدربوا فيها الصقور اللي هم يعرفوا يصطادوا الحيوانات او الفرايس يعني. is جيم لعبة بيكون فيها two players لاعبين، وبتكون بورد يعني على لوحة، وفيها 24 ترينجل. انه لعبة بقى دي يا جماعة؟ دي لعبة الباك جامون. عارف ان الباك جامون دي تعرفها، دي بيبقى فيها حوالي 24 ترينجل كده اللي هي الطاولة. طيب بيقولك difficult game، عاملة شبه الباك جامون ولكنها isn't as old، لكنها مش قديمة زيها كده. هي يا جماعة لعبة الشطرنج هي اللي شبه الباك جامون، يبقى دي كده التشيس. طيب بيقول لك هي ريسنج ايه هو؟ دي كانت اولد هوبي بيستخدموا فيها الانيمالز، اسمها اكيد الهورس ريسنج اللي هي الجري بتاع الحصينة يا جماعة. يو كان سي تقدر تشوف ايه ات سيتر؟ هشوف ايه؟ اكيد هشوف الدراما، هو السيتر المسرح، هشوف حاجة ايه درامية. طيب ايه ميك يو ثينك؟ ايه اللي هيخليك حضرتك تفكر؟ لعبة الباك جامون هي اللي هتخليك تفكر، اكيد مش خضروات ولا فواكه ولا قصة. طيب نكمل. ايه is way دي الطريقة of telling stories، الطريقة اللي بنقول بيها قصص، يبقى دي كده ايه؟ مش فوتبول ولا تشيس ولا هورس، دي الدراما. طيب need a lot of money، محتاجة فلوس كتير، هي ايه الكلمة؟ الفالكونري يا جماعة. على الرغم ان هما يعني بيأهلوا الطيور او الصقور ان هما يروحوا يصطادوا، لا بتبقى محتاجة تكليفات واكويبمنت بقى، معدات وحاجات كتير، اكيد مش قماش ومش فواكه ومش لعبة. طيب بيقول لك الدراما كلاس help people to build ايه؟ حصص الدراما هتساعد الناس ان هي تبني ايه؟ الكونفيدنس، اكيد الثقة بنفسها، اكيد مش فيلا، واكيد مش النوادي، واكيد مش البيوت. الاطفال والادلت الكبار alike يعني متشابهين in drama. alike ايه يا ترى؟ بيناموا sleep، run in drama بيجروا، ولا alike play يلعبوا، ولا participate in drama؟ alike يعني متساويين، هما الاتنين بيتشاركوا في الدراما. participate يعني يشارك. بتساوي كلمة تاني، حد يعرف طب participate بتساوي ايه؟ كلمة اسمها take part in. يعني ايه take part in؟ يعني بيشارك في حاجة. الدراما not only ايه but also educate and encourage empathy. هي دي empathy بقى. بص كده بيقولك ان الدراما هي مش بس ايه، هي كمان بتعلمنا وبتشجع العاطفة بتاعتنا. يبقى not only entertain يعني مش بس بتسلينا، entertain يعني يسلي، مش يدهن ولا break يا استراحة ولا يلعب. طيب بعد كده 43 بيقول لك في الباك جامون you must، انت لازم ايه تعمل ايه؟ your opponent move. لازم كلمة opponent اللي هو الخصم، اكيد لازم تعمل تتوقع حركة الخصم بتاعك، مش accept يعني يوافق. organize يرتب، share يشارك، انا لازم اعمل anticipate. يعني ايه anticipate؟ بتساوي كلمة اسمها expect، يعني expect يتوقع. طب الفالكونري بتحتاج patience صبر، وكمان محتاجة ايه؟ dedication. يعني ايه dedication؟ يعني اخلاص وتفاني، تبقى مخلص في العمل بتاعك، عشان هي محتاجة جهد كبير ووقت كبير لازم انت تضيعه عليها يعني. اكيد مش invitation دعوة، ولا dictation تسميع، ولا organization منظمة. طب الفالكونرز دول need to، اللي هم الفالكونرز دول بقى المدربين، تمام، بيبقوا محتاجين ان هم ايه؟ في سبيشال ايكويبمنت، ويقضوا لوت اوف تايم، لازم يقضوا وقت كده هم تريننج بيدربوا البيرد بتاعتهم. يبقى هم يعملوا انفست يعني يستثمروا في الادوات بتاعتهم، ويقضوا وقت ايه هم بيدربوه. طيب الفالكونري is also used for، بيستخدموهم ايه purpose يا جماعة؟ في غرض الحفاظ، اللي هم كده بيحافظوا على البيئة يا جماعة. ده نوع من الحفاظ على البيئة، لأن يعني مثلا الحيوان دوت بيعتمد على الحيوان الأصغر مثلا اللي هو بياكله. طب ما دي كده نظام البيئة أصلا بتاعنا إن هو معتمد على الفريسة دي، أو الحيوان ده بياكل الفريسة دي، فده النظام بقى البيئي بتاعنا ماشي كده. فده بيساعد على، مش dictation تسميع، مش population سكان. يا ترى conversation ولا conservation؟ بص conversation دي اكتبها عندك، يا ريت يا ريت تكتبها، معناها محادثة. لكن conservation دي معنى محافظة، ان انا بحافظ على حاجة، يبقى الإجابة تبقى conservation. طيب بيقول لك is large bird بتعمل hunt للانيمالز التانية، يبقى دي الفالكون يا جماعة، الصقر، اكيد مش الهوب والهدهد ولا الفرخة ولا البطة. طيب بعد كده البيرسون، الشخص اللي بيعلم الفالكون اللي هم هانت، من اسمها هتبقى فالكونر.
طب we use اكيد مش طبيب بيطري ها، ولا البيكر الخباز. احنا نستخدم ايه لما نروح نعمل سكاينج يا جماعه؟ التزلج. اكيد هنستخدم البولز. البولز دي هي العصيان بتاعه التزلج. سوكس دي الشراب، وجوجلز دي النضارات يا جماعه. لما حد بينزل ميه نضارات الميه اسمها جوجلز. 50 we practice throwing and hitting the ball at my cricket. at يعني في. يا ترى في الكريكت ايه؟ هنمارس الثروينج رمي او هيتنج ان احنا نضرب الكوره في الكريكت ايه؟ كلوب نادي كريكت. طيب كمل بعد كده. 51 بيقول لك we stand on احنا بنقف ايه؟ and move quickly في الساند سيرفنج بنقف اكيد على البورد اللوح. we play بنلعب every Saturday كل سبت. اكيد نلعب يبقى we play بص، هي لو انا هقول we play ما ينفعش اقول فوتبول، لان فوتبول ما يجيش قبليها ولا 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 حتى باسكت بول. ولا هقول we play board يعني زي اقول بنلعب لوحة كل ساتردي، لا، او بنلعب لعبة again. طيب there are 11 people في 11 شخص in a soccer. السكر دي اللي هي كلمة بتساوي ايه يا جماعة؟ اللي هي فوتبول. يبقى في السكر ايه؟ تيم. ده ايه decide قرر او بيقرروا what other players need to do. مين اللي بيقرروا الحاجات اللي اللاعبين بيحتاجوها؟ اكيد الكابتن هو اللي بيقرر. كاربنتر نجار، دكتور وتيتشر مدرس. in skying we use بنستخدم ايه بقى واحنا في السكاينج؟ اكيد بنستخدم بورد لوح تزلج بس خاص يعني بيه. you can go skiing تقدر تروح on ايه بقى؟ نقدر نروح on snow. اكيد هنعمله على السنو يعني اللي هو على التلج. طب you can play soccer افتكر ان كان بيجي بعديها مصدر. يا ترى هنلعب السكر ده فين؟ بص بقى هنلعبه in a. هو بيقول لك in a إيه يعني في مكان، يبقى in ايه بقى؟ accord. يعني نلعبه في مكان السكر لكن معاها فوتبول تلعب في كورت عادي. my friend wanted to buy some new wear عشان يلبسوا in the party. هي دي party بس ما كملتش. طيب كده ايه اللي ممكن يتلبس؟ اكيد كلمة بانس اللي هو الايه؟ البناطيل. انسان سيرفينج ويوز بنستخدم ايه؟ بورد عشان جو فاست، عشان فاست داون عشان ننزل بسرعة. يبقى اكيد بيستخدموا سبيشال بورد. بورد ايه؟ معمولة خصيصا يعني. 60 we go sand surfing in the ايه؟ بنروح الساند سيرفينج اسمها اكيد في الديزرت في الصحراء. we go skiing يا ترى in ايه؟ ده cold دي اسمها cross country skiing. كروس بص بقى دي رخمة، انت ممكن ما تبقاش عارفها. في ناس تقول كروس كونتري سكاينج يبقى دي كده مثلا ممكن يبقى ليها علاقة بالمحيط، فاقول اوشن. لا غلط، هي اسمها فورست. يعرف ان هما بيعملوا سكاينج في الفورست، ودي اللي اسمها كروس كونتري سكاينج. تمام. دي من احدى يعني الاكتيفيتيز كده اللي ممكن يعملوها. كانت عليك برضو في التكست بتاعت الكتاب المدرسة، وكانت الفورست اللي هما كانوا بيعملوا جو سكاينج جوه الفورست. طيب تبقى عارفها عشان لو جت في الامتحان. طبعا احنا حالين الجرامر مع بعض الحمد لله. بعدين دي اهم الباراجراف اللي موجودة عندك عن الفريند، عن الدراما، عن description of friend. دول هتلاقيهم. هحاول اسيب لك اللينك بتاعهم في الكومنت. تمام. كل باراجراف على كل واحد فيهم على الثلاثة موجود اصلا كده كده على القناة في بلاي ليست او قائمة تشغيل اسمها بريب 1. تمام. وبيتكلم فيها على الباراجراف. تمام كده. فحتى دوت هتلاقيني مسايبهولك. طب انا حسيت ان الفيديو كده هيطول مننا جدا، وكمان على السبورتس اهو عن الرياضة. فلذلك ده تست بعد ما تخلص بقى ايه حاول انت تحله واختبر نفسك. طيب احنا كده هنتوقف لغاية هنا لان الفيديو فعلا هيكبر مننا قوي. وان شاء الله ان شاء الله هنزل لك بارت تاني يونت 2. انا شرحت الجرامر بتاعه، ولكن هنزل لك بارت 2 اللي هيكون فيه بقى حل على يونت 2 بس. وان شاء الله استنوني في مراجعة بقى 3 و 4. والتوفيق ربنا معاكم يا رب، وفقكم. بحبكم. متنساش بس اللايك والشير لكل اصحابك، وسبسكرايب وتفعل الجرس بتاع القناة عشان يوصلك كل جديد. وبجد بعتذر على صوتي لاني حرفيا تعبانة جدا وبردانة وحاجات كتير. بحبكم وبحب الكومنتس بجد اللي بتسوها لي. فربنا يا رب يوفقكم وبالنجاح والتوفيق للجميع. بس كده باي.